بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة معانا في الحلقة الرابعة من هاك توكس هو شخص مميز جدا من الباج هانترز الصاعدين في مجال السايبر سيكيورتي، وهو مهدي ومعروف بكابتن شاركي. في أقل من سنتين قدر يوصل لإنجازات كويسة جدا، وفي تقريبا آخر 12 شهر بالظبط عدى أكتر من 1000 ريبيتيشن على هاكر 1. فعايزين نعرف امتى طلع من التحول اللي هو واحد لسه مبتدئ ومش عارف يجيب باجز لواحد ما شاء الله من افضل الباج هانترز في تونس والوطن العربي. فعايزين نعرف ده عمل كده ازاي وطريقته في التعلم وكل حاجه. في البدايه خالص بنحب نرحب بيه، منورنا يا مهدي، عامل ايه؟ والله الحمد لله، الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافة. يعني أتمنى أن تكون فيه فائدة للناس من ده. ان شاء الله. تمام، في البدايه كده عرفنا بنفسك، مين هو مهدي؟ أنا اسمي مهدي. يعني شغال as a bug bounty full time. عايش في تونس، وعمري 18 سنة. ما شاء الله سنك صغير يعني. إيه بالضبط. الحمد لله. تمام. ايه اللي جذبك لعالم السايبر سيكيورتي اساسا من الاول؟ والله أكثر حاجة جذبتني للمجال، وكان يعني شغف قديم عندي. إني أنا صغير كنت بحب إني أسوي هاكينج لأي لعبة أنا بلعبها. يعني أي لعبة كنت عاوز ألعبها أونلاين، كان عندي فضول إني يعني أشوف طريقة كيف أخترقها. وكنت بتجن لو في هاكر معي يلعب، فاهم. مم. كنت أشوف الشخص اللي هو معه هاك يعني في اللعبة، خاصة إنه شخص باورفul. يعني بيمتلك أشياء أنت مو عندك، يمتلك سكيلز، أو يقدر يسوي أشياء أنت من المستحيل إنك تسويها في اللعبة. بديت إني أبحث عن الموضوع، وكيف أنزل مود منيو للعبة عشان أسوي لها هاك. بديت أتعلم. أول شيء كنت ألعب في جي تي اي أونلاين على البلاي ستيشن 3. بديت أبحث عن الموضوع، وشوية شوية بديت أتعلم يعني كيف أسوي هذا الموضوع. والحمد لله يعني لما كنت صغير كان هذا هدفي. الحمد لله حققته، إني سويت هاكينج للعبة جي تي اي. جميل. كانت يعني فرحتي مرة كبيرة. بعدين يعني لما لعبت أكثر من لعبة ثانيين يعني أونلاين، كانت نفس الشيء. أي لعبة بدخلها أبحث كيف أسوي لها هاك، أو أبحث عن الأخطاء اللي موجودة في اللعبة. كانت عندي هذه العقلية من أنا صغير. بعدين تطور معي الموضوع لين وصلت سن أتوقع 15 أو 16. اندفن الموضوع عندي، بس كان دايما يعني بشوف الهاكر إنه شخص يعني عنده ميزات أنت ما عندك، أو يقدر يسوي أشياء مو أي شخص يقدر يسويها. من عمري أنا 16 يعني بديت أبحث عن شيء أتعلمه ويفيدني. بديت أول شيء يعني كورسات تخص المجال، بس كورسات أغلبها يعني ما فيها فايدة كثير، فاهم. أو فيديوز، ما كانت كورسات، ما كنت أعرف شيء اسمه كورسز أصلا. اه. كنت أتفرج على فيديوز، مثلا اختراق الواي فاي في 3 دقائق، يعني محتوى التافه حق السكيورتي، فاهم. اه. بعدين قلت بما أني لما بديت أشاهد هذه الفيديوهات وما أقدر أصلا. أنا لو أنت شفت هذه الفيديوهات يعني تلاقيه كلها سكام، يعني شخص بيضحك عليك عشان يجيب المشاهدات، لا أكثر ولا أقل. أنا لما حسيت إنه ما في ريزلت، قلت ليش لا ما أشوف البرمجة. بديت أتعلم البرمجة وأخذت فيها شوط كبير. بعدين لما حبيت إني أشوف البرمجة، يعني بديت أتابع الكورسات، الكورس ورا الثاني. حسيت إنه البرمجة أنا مو مرتاح لها. يعني لما أبدأ أسوي كود أو أبدأ أشتغل على سايت أو يعني أبدأ أتعلم، يعني ما في شيء بيحفزك، لا شغف ولا أي شيء، فاهم. مم. ف... فوقفت أصلا على موضوع إني أتعلم شيء من المنزل، فاهم. بعد يعني انقطاع على هذا الموضوع،
يعني اشتريت بي سي، يعني كان قوي. قلت بما إني عندي بي سي قوي، يعني عندي الموارد وكل شيء، ليش يعني ما أخصص وقت كبير وأحط لي هدف إني أتعلم المجال حق السكيورتي بشكل أكبر، أتعمق فيه. أنا تخش عندي بالشكل الصح. الموارد والإمكانيات. بالضبط. فبالصدفة وربنا كرم إنه ألاقي الكورس حق إبراهيم حجازي. بديت إني أتابع الكورس، وحسيت إن الكورس نظيف ومحتواه نظيف، وهو ما شاء الله عليه يعني يعرف يشرح وكذا. بديت أول شيء بكورس إبراهيم حجازي، والحمد لله يعني من هنا يعني بدأت رحلتي في المجال، يعني بشكل أحسن وشكل أعمق. جميل جدا. طب وامتى طلعت بقى من حتة التعلم من كورس باشمهندس ابراهيم وبدأت تهنت فعليا؟ وقفت تعلم لعدة أسباب. أنا أصلا كورس ما كملته للآخر. لما شفت إنه لما أنت حاطط هدف إنك تشتغل از ريد تيم أو شيء كبير في المجال، لازم يكون عندك شهادات. والشهادات حسب ما في فيديو تكلم عنه إبراهيم حجازي، إنه سعرها أصلا أنا بحثت سعرها مرة غالي. في نفس القناة كان في فيديو أتوقع كان التايتل حقه قال about bug bounty. دخلت عليه أنا أول مرة أسمع هذا المصطلح. هو كان في الكورس يعني ذاكره بس مرة أو اثنين يعني فاهم. بس هذه أول مرة كنت بدخل موضوع بيتكلم على الباك باونتي فقط. فهو اتكلم على الباك باونتي وقال إنه بيفيدك إنك لو اشتغلت عليه. يعني شرح الموضوع بالأول، وقال إنه يفيدك لو أنت اشتغلت حطيت من أهدافك إنك تشتغل كباك باونتي، فتقدر إنك تحصل الفلوس عشان تبدأ يعني تاخذ شهادة يعني موثوقة، تشتريها وتروح يعني تشوف شغل في شركات وكذا. فهذه يعني نقطة كانت فاصلة إني أتعرف على مجال باك باونتي، وأوقف موضوع إني يعني أكون شخص عندي هدف إني أكون مثلا في الريد تيم فاهم. اه. وامتى بقى بدأت تخش فعليا في الهانت؟ يعني امتى دخلت فعلا على هاكر وان وقلت انا هختار تارجت وابدأ هانت عليه؟ بعد قد ايه مثلا من بداية تعلمك؟ وبعد تعلمك ايه بالظبط؟ كانت بعد فترة كبيرة، عشان أنا كانت عندي مشكلة إني بتعلم أو أحب التعلم أكثر من التطبيق. كان أتوقع من بداية الكورس أو من بداية تعلم المجال من الصفر، كان أتوقع في غضون 7 أشهر. بعدين بعد ال7 أشهر هذه وقفت مع نفسي وعرفت إني أنا بواجه مشكلة، إني شخص بحب أتعلم كثير وواقع في لوب حق تعلم لا نهائية. فقلت لازم أوقف هذه الشيء وأبدأ يعني فعلا إني أطبق وأخش بشكل تكنيكال أكثر. فكانت فترة طويلة صراحة 7 أشهر. لو أنت قضيت منها 3 أشهر إنك تاخذ البيزك وتطبق، فكان أحسن، كان راح يكون النتيجة بشكل أسرع. اول مرة حسيت بنتيجة فعلية كانت امتى بالظبط؟ أول مرة يعني حسيت بنتيجة فعلية كانت آه، يعني أول ما اشتغلت، هو على كان أول شغلي كان اشتغلت على برنامج اسمه ميرو. بس كانت يعني هذه أول باونتي أحصلها. بس النتيجة الفعلية لما يعني بعد ما أخذت أول باونتي صرت باخذ أبليكيت بشكل كبير. ففي قصة يعني صغيرة كده، إنه كان في دبليكيت على ثيرد بارتي. امم. كان في دبليكيت على ثيرد بارتي، وأنا لما بلغتها أنا ما كنت عارف موضوع ثيرد بارتي هذا أصلا. لما بلغتها وأعطوني انفيرمتيف على هذه الثغرة، وقالوا له هذا ثيرد بارتي احنا بنشتغل معاه، يعني لو حابب انك تتواصل معه او تكلمه عن المشكلة يكون احسن. انا رحت شفت هذا الشخص اللي هم عاملين له ثيرد بارتي. دخلت وكتبت على
عملت سيرش على نفس السؤال، معلش، على نفس السايت، وكتبت بجنبها باج باونتي. فلاقيه إنه السايت منزل يعني زي بوست في نفس الموقع، إنه لو حابب، لو لقيت ثغرة أو شيء تقدر تتواصل معي. مم. فتواصلت معه في خصوص هذه المشكلة، وقال أقدر أدفع لك عليها. دفع لي عليها أتوقع كانت $250. بس بعدين قلت طب، بما أنه أنا أصلا في فترة دبليكيت انفورماتيف، ليش ما أقترح على هذا الشخص اللي هو أعطاني $250 إني أسوي له تيست على الموقع حقه. تكلمت على هذا الموضوع وقال عادي، ليش لا. فدخلت على السايت حقه، كان سايت يعني هو أصلا كان شخص فقط اللي مسويه، مو شركة أو شيء، وكان مليان ثغرات، يعني ما في شخص سوى له بنتست من قبل أصلا. مم. بديت أشتغل معه هنا. بديت إنه صراحة إني أحس إني يعني كخبرة أو بما إنه أصلا ثغرة سهلة، بس مو ثغرة سهلة، مو أي شخص يقدر يجيبها، فاهم، إلا شخص اللي مذاكر وعنده البيزك، فاهم. هنا كانت النقطة. طب بدايتك في هاكر وان كانت ازاي ورحلتك لأول باونتي؟ أول ما دخلت هاكر وان يعني واجهتني مشكلة ثانية. بعد ما أنا قلت لازم أركز على البروكنكس كنترول ولوجيك باجز. كانت أول مشكلة، أول ما دخلت هاكر وان كان في كثير تارجتس، يعني لدرجة إني اتشتت. المشكلة، وهذه مشكلة بتواجه كثير من الناس، إنه يعني عنده السكيلز اللي تسمح له يطلع ثغرات لوجيك وبروكنكس كنترول، بس ما مو لاقي مكان يطبق فيه فعليا، فاهم. فأنا جتني هذه المشكلة، جتني هذه المعضلة. وصراحة كان حلها سهل. حل حاجة كان سهل، لأنه يعني لازم تخصص وقت، ساعة أو ساعتين أو حتى ثلاثة، إنك تخش على أي بروجرام بيعرضك في هاكر وان، حس إنه جذاب من اسم أو من التايتل حقه أو الوصف حقه، وتخش عليه وتسوي ساين اب، وتشوف إذا كان في جواته فانكشن أو لا. فأنا قعدت أسوي كده أسوي كده، لأنه الحمد لله لقيت ميرو. أول ما دخلت عليه لقيت إنه في فانكشن وفي بلانز وفي في يوزرز ورولز وكده. قلت يعني زي بمثابة كان كنز بالنسبة لي. قلت أنا ما راح أخرج من هذا البروجرام إلا وأنا ألاقي باونتي. الحمد لله، يعني كانت أول باونتي من هذا البروجرام. كانت بعد قد ايه من دخولك هاكر وان؟ بعد أتوقع يكون شهر ونص، شهر ونصف كده. يعني انت مثلا ممكن تقول في حدود 9 شهور من بداية تعلمك للباج باونتي لحد أول باونتي. بالضبط بالضبط، يمكن كده. تمام. يعني في الحدود هذه. بعد أول باونتي إحساسك كان إيه وإحساس الأهل كان إيه؟ وهل هي غيرت فعلا من طريقة تفكيرك وخلتك تعمل حاجة بشكل أقوى؟ أول باونتي يعني كان في فرق كبير، كبير جدا جدا، صار في العائلة بشكل عام. وكانت يعني فرحة لا تتوصف. يعني أنت كان يعني طموحك فقط إنك تصير شخص يعني مستقل، يعني فريلانسر، مو فوقك أي شخص يعني يفرض عليك يعني مواعيد معينة أو تاسك معينة. وكان الموضوع صراحة عامل يعني هذا بالنسبة لي أنا كشخصيا، يعني كان بمثابة آه، يعني إني حققت كل شيء يعني في الحياة، فاهم؟ خلصت على 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 كل شيء موجود في الحياة، فاهم. ختمت اللعبة. بس بالضبط بالضبط، أنت جالس في البيت وبتجيك يعني فلوس. أنت أصلا لما تشتغل كثير، يعني 4 ساعات 5 ساعات، عامل زي الكينج، فاهم. يعني موضوع كان يعني شعور ما يتوصف. لكن يعني كعائلة كان صار تغيير صراحة.
عشان أغلب العوائل العربية، يعني في بلدان العربية خاصة، مو الكل يعني، بس أغلبهم تلاقيهم يعني يعني قلة إيمانهم في هذه الأشياء أكثر، فاهم؟ قلة إيمانهم إنه شخص يعني يقدر يطلع فلوس من شغل زي كذا، أو شغل فقط على الحاسوب، يعني تكون قليلة جدا، فاهم؟ أنا أصلا كان تجيني مثلا ضغوطات من أهلي وكذا، بس الحمد لله يعني لما عرفوا بالموضوع صار في تغيير جذري، تغيير كبير. امتى حسيت فعلا انك فهمت اللعبة وانتقلت من جزئية يا دوبك باج هانتر لسه ضعيف او مش عارف اجيب ازاي فلوس او بيرزع ما بين بروجرام لبروجرام، لباج هانتر شاطر وعارف هو عايز يعمل ايه بالظبط عشان يجيب فلوس، او الباج باونتي ازاي ده تكسب منه؟ سؤال جميل صراحة. أول ما ابتديت أفهم لعبة الباك باونتي، هو أول ما صار معي سويتش إني أشوف إنه لو شخص يعني بيشتغل مانيوال تيستينج، يعني يكون شخص ماسك بروجرام فقط، أو عنده بروجرام فقط هو فاهمه. لما صرت إني أشوف الموضوع هذا إنه يعطي فرق كبير، فهنا صار إنه زي ما قلت إني أفهم لعبة الباك باونتي. عشان لو أنت يعني تفكر فيها، أغلب الباك باونتي اللي بيشتغلوا مانيوال تيستينج بيرشحوا إنه تبقى فترة كبيرة في بروجرام في واحد، فاهم؟ غير الناس اللي بتشتغل اوتوميشن. الناس اللي بتشتغل اوتوميشن تلاقيها كل يوم في بروجرام، لو جاء برايفت راح يروح يسوي عليه تيست. بس المانيوال تيستينج لما تصير تشتغل على بروجرام واحد لفترة طويلة، بتفرق معك بشكل مرة كبير. مم. هذه يعني أكثر شيء أنا أشوفه يعني فائد معي. وصراحة صرت ما عاد زي ما تقول فاهم لعبة الباك باونتي، لدرجة إني أعرف نفسي إني لو سويت مجهود أكبر راح ألاقي ثغر، راح تجيني باونتي، فاهم؟ طب طريقتك في التعلم بالظبط كانت ازاي من الاول خالص لحد دلوقتي؟ وايه اللي اتطور فيها وايه اللي اتغير وايه اللي كنت بتعمله غلط فيها؟ سؤال جميل صراحة. بدايتي في التعلم يعني كان فيها أكثر من خطأ. الحمد لله يعني بمرور الوقت يعني حسيت إني أصلا أنا يعني ماني جالس أستفيد بشكل كبير من أي شيء أنا جالس أتعلمه. وكان أول خطأ يعني وهو صراحةً لمّا صلحته شُفت فرق كبير، واللي هو كتابة الnotes. أنا يعني كنت في بدايتي حتى لو أنا سجّلت note يعني كنت أسجّلها في كراسة. مم. كان موضوع غريب شوي يعني، وأصلًا الكراسة لو أسجّل فيها أنا ما أرجع لها أصلًا، أنا ما أحب خطي أصلًا على الكتاب. ف فبعدين بديت أشوف مثلًا برامج زي notion. بديت أشتغل أو أسجل ملاحظات في notion. وكان أي resource أو أي course أنا يعني باشوفه، أو حتى write ups كنت باخو notes. بعدين سويت switch من notion، غيّرت لobsidian، وكان obsidian مريح أكثر. فحلينا موضوع الnotes، وحاولت أنظّم أو أرتّبها بشكل يعني لمّا أفتح يعني يكون موضوع منظّم ويعطيني يعني شعور بعدم الكسل. عشان لمّا تكون notes مو منظمة، مو مرتبة، يعني ما تعطي جمالية في العين دي. مم. كنت مهتم صراحةً بموضوع التنظيم، وأعطاني فرق صراحةً. بعدين اكتشفت إني جالس يعني لمّا مثلًا عندي كورس أو عندي موضوع معيّن أنا جالس يعني أذاكر فيه، فتلاقيني أنُط من مكان لمكان، من course لcourse، من resource لresource. حاولت إني أحل هذه المشكلة وألزم نفسي. صراحةً الموضوع فيه إلزام، ألزم نفسي بcourse أو resource فقط. وحتى لو مثلًا الcourse أو الresource اللي أنا باتابعه يكون يعني لو شرح يقول له مثلًا نُص، نُص، مو شرح يعني فيه تفصيل، أو مو شرح عميق لدرجة يخلّيني أفهم كل شيء، فكنت أعتمد على الsearching. يعني لو في نقطة أنا ماني فاهمها ما أخلّيها تعدّي كده، لأ لازم أسوي عليه search. الحمد لله الحين يعني بفضل الAI صار موضوع الsearching أقل، عشان أنت لو تتابع كورس
ضروري ضروري يكون يعني قدامك أي شات بوت، يعني تخليه يشرح لك، تخليه يبسط لك، تخليه يعطيك أمثلة. أكيد. آه، يعني يعطيك فرق مرة كبير. يعني هذه التطورات اللي صارت معي في التعلم، وأنا أشوف إنه المجال حقنا الحمد لله يعني في ناس يعني بتقدم علم، في ناس يعني بتنشر المعلومات، يعني مو كوميونيتي منغلق. يعني اللي عنده معلومة تلاقيه ماسكها على نفسه، أو للشخص اللي وصل لمكان عالي تلاقيه ما يبان. يعني حالة نادرة دي. الحمد لله يعني الكوميونتي حق السايبر سيكوريتي يعني منفتح على بعض. تمام. في نقطة اللي انت كنت بتكتب نص في كراسة او حاجة زي كده، بصراحة من تجربتي، كنت بذاكر طبعا فترة عادي على نوشن، على قصدي اوبسيديان، مش بحب نوشن. بس مع الوقت حسيت ان المعلومات بتتنسى بشكل اسرع بكتير من اني لو كتبتها. فدلوقتي رجعت تاني اذاكر، او بقيت دلوقتي بقى غيرت طريقة مذاكرتي خالص، اللي انا بقيت بكتب مش كل معلومة، بس بكتب النوتس اللي المفروض تكتب على الكمبيوتر في ورقة. اي نعم الموضوع بياخد وقت اكتر، وبياخد مجهود اكتر، وتكاليف اكتر، بس بيقلل من ان انا قادر انساها. وفي نفس الوقت انت لما بتكتب نوتس على اوبسيديان او على الكمبيوتر، الموضوع بيكون سريع جدا. انت دلوقتي يعني انا كنت مثلا بذاكر حاجه، اكتب لي نوتس عن كذا، طب انا عرفت كده. انت حرفيا بتكتب النوتس في 5 دقايق. النوتس دي اللي بتتكتب في 5 دقايق على الكمبيوتر، انت ممكن على الورقه والقلم بتكتبها في نص ساعه. صحيح فانا صحيح. بصراحه من تجربتي من الناس اللي بتحبذ انك تذاكر والورقه وقلم، مع اني انا مش بحب كده، لان هي اصعب اكيد وبتاخد وقت اكتر بكتير. بس انا من الناس اللي بتحبذ الموضوع ده. فانت ليه انت شايف الموضوع ده كان سيء يعني؟ والله كان موضوع سيء، لأنه يعني زي ما قلت لك، يعني أنا من الأشخاص اللي يعني خطي على الورق مو أحسن شيء. هو انا يعني أنا أصلا كمان. انا كمان يعني أنا واغلب الناس. أي بالضبط. فيعني لازم يعني أنا أصلا لو أشوف خطي أنا ما بفهمه أصلا. آه، ما بالك يعني أبقى أسجل نوتس وأحس إني أسوي في يعني إنتاجية، أو أحس إنه الموضوع إني أسجل على الورق راح يفيدني. عشان كذا طب وبمناسبة النوتس، انت ازاي بقى بتنظم النوتس بتاعتك كويس؟ لان في ناس كتيرة جدا بتسأل السؤال ده: اكتب ازاي نوتس؟ هل بتكتب كل اللي انت بتتعلمه، ولا بتكتب حاجة اساسية بس، ولا بتكتب اللي عايز يتحفظ، ولا بتكتب ازاي بالظبط؟ شوف، لو نتكلم على أوبسيديان في المقام الأول، يعني أوبسيديان يعني فيها يعني طريقة تخليك تنظم النوتس حقك بشكل يعني محترم. حتى نوشن، يعني أنا مو عدو لنوشن أو شيء، بس أنا يعني حبيت أوبسيديان أكثر. لو نتكلم مثلا، خلينا ناخذ مثال شخص أو أنا راح يبتدي في كورس. مم. فأنا أول شيء يعني أسوي في أوبسيديان في نظام حقه مرتبط بالفولدر. فأنا يعني راح أسوي فولدر، يعني أسميه مثلا كورس، وأحط جواه فولدر، باسم الكورس اللي أنا جالس أذاكره، عشان أنا عندي أكثر من كورس، ما عندي كورس فقط، فاهم؟ اه. فأنا سويت فولدر كبير وجواه فولدر بالكورس اللي أنا جالس راح أذاكره الحين. تمام. مم. الحين أنا أصير أتبع التايتل حق كل حلقة موجودة في الكورس. مثلا أسوي فايل جوا الاسم حق الكورس، جوا الفولدر حق الكورس، واكتب مثلا introduction، أو مثلا الحلقة الأولى تتكلم على البيزك حق نتورك. أنا أكتب في الفايل التايتل، عشان لما حابب إني أرجع لها على طول أروح للتايتل. مم. يعني بفتكر يعني بيكون منظم للتايتل. بعدين لو ناخذ موضوع يعني حتى في نوشن يعني نفس النظام، يعني نفس النظام بالضبط. لو ناخذ مثلا ايه الاشياء، او الاشياء اللي اشوفها انك لازم تسجلها. زي ما قلت في ناس تقول لك هل انا لازم اسجل كل شيء موجود في الكورس؟ لا. شوف، مثلا لو نتكلم عن شيء انت اول مره راح تسوي، راح تذاكره، فاهم؟ اه. يعني انا اقول لك يعني عشان ما تلخبط نفسك كثير، سجل كل شيء، سجل كل شيء.
يعني مو تسجل حتى كلمة السلام عليكم حق الشخص اللي قالها في كورس، بس مم. سجل كل معلومة أنت تحسها جديدة عليك. بعدين روح مثلا لشات جي بي تي، تقول له مثلا خليها بشكل ملخص، وخلي النقاط المهمة يعني في مكان منفرد. الشات او الاي اي راح يفيدك في الموضوع هذا. انت سجل كل شيء، بعدين روح للاي اي، وهو وظيفته لما تسويه كده راح يقوم بدوره بشكل رهيب. راح يسوي لك ملخص، وراح يعطيك النقاط اللي لازم تركز عليها وكذا، وراح ينظم لك اصلا. اه. هذه يعني نقاط مهمة لازم تكون عندك، يعني لو في تطويرك للملاحظات أو النوتس. الموضوع هذا أنا استعمله مثلا في معلش في الرايت أبس. مثلا أنا قريت رايت أبس، يعني لو في رايت أبس أنا سجلتها أو كتبتها قبل، كنت لقيت إعجاب من الناس. كنت منزل فيها تيبس حق رايت أبس أنا قريتها، وكل تيبس حاط فيها الريسورس حقها. فأنا إيش أسوي؟ أدخل رايت أبس، واروح على مثلا شات جي بي تي، اقول له مثلا اعطيني ملخص. لم يعطيني ملخص، قول له اعطيني ملخص ثاني. يصير معي يعني تيب صغيرة جدا، احطها عندي وبحط بجانبها الريسورس، تصير مفهومة جدا يعني. طب انت ازاي بقى بتتغلب على التشتت وسط المصادر الكتيرة اللي حواليك دي، ولما تيجي مثلا تذاكر حاجة بتشوف لها مصادر كتيرة، بتعمل ايه في الموضوع ده؟ شوف، يعني أنا من الأشخاص يعني من اللي تعاني كثير يعني من تشتت، وخاصة في التعلم. وهذا يعني شيء سلبي صراحة. بس في أوقات أشوف إنه الحل لهذه المشكلة إنك يعني تلزم نفسك بكورس فقط. وحتى لو أنت مثلا لزمت نفسك بكورس فقط، فأكيد الكورس يعني ما راح يكون شامل كل شيء. أحسن طريقة أنا أشوفها إنك تتغلب على التشتت هي إنه تلزم نفسك بكورس فقط. وأي شيء، أي شيء مثلا أنت في الكورس حاسس نفسك إنك ما فهمته، مو لازم يعني تروح لكورس ثاني، لا. يعني الزم نفسك بكورس فقط. وأي شيء أنت حاسس إن الكورس هذا يعني ما أعطاك المعلومة بشكل كبير أو بشكل مفهوم أكثر، روح يعني تسوي سيرش عن الموضوع اللي أنت ما فهمته. مم. يعني مثلا لو نقول إنك بتذاكر ويب، جيت مثلا لحلقة مثلا تتكلم عن النتورك، وحسيت إن هذه الحلقة بالذات يعني ما كان فيها يعني الشرح شوي معقد أو شيء، تقدر تستعين بشات جي بي تي أو أي ذكاء صناعي ثاني إنه يشرح لك الموضوع بشكل أحسن. أو تقدر تشوف يعني شخص ثاني. مو لازم يعني تسوي سويتش للكورس، يعني الكورس كله، يعني تسوي فقط إنك تشوف الموضوع من وجهة نظر ثاني، أو من طريقة يعني شرح ثاني. فهذه يعني أشوف أنها طريقة يعني جميلة. بس أنا عن نفسي يعني بواجه هذه المعضلة كثير في موضوع التعلم اللي هي تشتت. يعني الموضوع تحس إنه ما له حل جذري 100%. يعني هو الحل بتاعك وطريقتك في ناس كتيرة جدا بتعمل كده، الزم نفسك بحاجة معينة ويكمل فيها افضل. بالضبط بالضبط. تمام. طب بقى بمناسبة التعلم وكده، خلينا مثلا نقرب الموضوع اكتر. لو حبيت اقول انت مثلا دلوقتي عايز تتعلم اكس اس اس لاول مرة، ما تعرفش عنها حاجة، او اي ثغرة جديدة عايز تبتديها، بس خلينا يعني ندي مثال على الاكس اس اس. بتتعلمها منين، او هتعمل ايه عشان تتعلم الثغرة دي الثغرة دي بالذات مثلا؟ أول شيء أروح للفيديوز. يعني الفيديوز بتكون يعني شوية، يعني لو نتكلم على مثلا إنك أول مرة راح تتعلم ثغرة، عشان ما تعقد الموضوع لنفسك وتحس إن الموضوع يعني فيه ملل، يعني من المستحسن إني أنا عن نفسي أشوف فيديوز على اليوتيوب. بعدين لما يعني أشرب الموضوع، يعني في أكثر من فيديو على اليوتيوب بيشرح الثغرة، يعني بروح أكيد الفيديوز يعني بتكون فيها، يعني راح يقول لك على مصادر. مثلا أنت شفت فيديو بيحل في لاب مثلا في كورت سويجر أو أي منصة ثانية، مم. أكيد أنت أصلا لما تشوف الفيديو راح تلاقي المصادر يا براكتس أو مصادر يعني بتقرأ منها. يعني زي مثلا لو ناخذ على سبيل المثال فارس وليد، سايبر باجز. يعني هو مثلا لو يشرح ثغرة بيكون أصلا جايب لك شوية رايت أبس أو شوية ريبورت، فاهم؟
فأنت أصلا لما تشوف الفيديوز أكيد راح تلاقي ريسورس. بعدين لما أنا أشوف الفيديوز، لما أكمل من نقطة الفيديوز، أروح لنقطة ثانية اللي هي إني أحل شوية لابات. مم. يعني تكون لابز، أكيد اللابز ما راح تكون يعني حقيقية 100%. بس أحاول إني أكون يعني ضميري يعني ثغرة أكون يعني مستوعبها أو مطبقها في لابس. بعدين وهي أحسن نقطة وأكثر نقطة راح تفيدك، إنك تاخذ نوتس من رايت أبس أو ريبورت في هاكر وان أو في مم. أي منصة ثانية. يعني جميل. هذه نقطة يعني راح تفرق في أي ثغرة أنت بتذاكرها، يعني وعن تجربة. وكمان في البي او سي، في البي او سي عندك أكثر أشياء راح تفيد، أو أكثر نقاط اللي راح تكمل يعني كل شيء، وراح تصير يعني بنسبة كبيرة إنك بتتمكن من هذه الثغرة: الريل تارجت بي او سي، والرايت ابس، والهاكر وان ريبورتس. فهذا الثلاث الأشياء اللي راح تخليك يعني الثغرة يعني متمكن منها بشكل كبير. وأكيد أكيد جدا لما تشوف هذه الأشياء لازم تاخذ نوتس بس. جميل، يعني طريقتك بتتلخص في انك بتشوف فيديوهات اساسيات عن الثغره، وبعد كده تروح لمحتوى بورت سويجر من لابات وكده، وبعد كده نوتس للريبورتس ورايت ابس، وبعد كده تشوف بي او سيز للثغره وحاجات متقدمه اكتر زي كده. بالضبط. وبعدين يعني آخر نقطة إنك أكيد لازم تروح اكسترنال أو في دي بي أو حتى باك باونتي بروجرام، وتصير تطبق على الثغرة. يعني ما راح تلاقي نتيجة إذا ما طبقت على ريل تارجت. ما تزعلناش بقى في يعني حته بقى في دي بي، هتلاقي ناس تحت هتهاجمنا وتقول الفي دي بي غلط وكده. يا عم انت مو خاسر ولا شيء، بس يعني هي وجهة نظر. يعني كل شخص عنده وجهة نظر. في اشخاص يعني تنانين مجنحة في المجال وبتقول لك عادي انك تهنت على بي دي بي، يعني في البدايات. يعني ما اقول لشخص يعني ما ادري انا صار مليونير من هذا المجال يروح بي دي بي. وفي ناس، في ناس يعني تلاقيها امم. يعني عندها يعني سنين المجال، وتلاقيها تهنت على بي دي بي. مو لانه يعني عشان سهل، لا، يعني هل على في دي بي عشان يجيب البرايفت بروجرام، يعني يكون عنده ريبيتيشن. يعني في برايفت بروجرام احنا ما نعرفها اصلا في هذا المجال. لو تشتغل ما ادري كم، يعني ما تجيك اشياء نادره جدا، يعني ما تجي النخبه زي ما يقول. في وجهه نظر في الاخر يعني. طب نسبه التعلم مقابل التطبيق، يعني بتذاكر قد ايه قصاد الهانت، او وجهة نظرك يعني في الحتة دي، لو حد مثلا متعلم كام ثغرة يخش يهانت قد ايه وكده يعني. جميل. لو هو متعلم يعني مثلا كم ثغرة زي ما قلت، من المستحسن إنه لو نحسبها نسبة، يكون على الأقل 70% إنك تطبق، و30% فقط إنك تذاكر. يعني أنا أفتكر في بداياتي، يعني لما صرت يعني عندي كم ثغرة أنا أحبهم وأحب إني أهنت عليهم، كنت 30% حق المذاكرة إيش؟ إني قبل يعني مثلا ما أبدأ شغل يعني ساعتين أو ساعة، يعني بروح مثلا أشوف فيديوز أو أشوف بي او سي أو أقرأ رايت أبس. وبعد هذه 30% يعني ساعة أو ساعتين، فاهم؟ مم. وبعدها على طول بروح أحط وقتي كله في 70% اللي هو حق التطبيق. يعني أصلا أنا لما تسوي هذا الموضوع قبل ساعتين قبل ما تبدأ تشتغل، يعني تقرأ شوية رايت أبس مثلا وتروح تهنت، يعني راح تلاحظ إنه الشيء اللي أنت ذكرته قبل ساعتين راح يبقى في بالك، فاهم؟ وراح يعطيك دفعة. مثلا أنت شفت شخص يعني لقى ما أدري سيناريوز أو لقى ثغرة، فأنت أصلا راح تدخل في الهانت يعني بشكل إيجابي أكثر، فاهم؟ مم. فكرة جميلة، وفعلا في ناس بتعملها. طب ولو احنا قلنا انت مثلا عايز تتعلم دلوقتي ثغرة جديدة، آه، بتوصل فين بالظبط عشان تخش تهنت عليها مثلا؟ يعني مثلا من الخطة اللي انت قلت عليها، بتوصل مثلا للريبورتس ورايت ابس، بعد مثلا بتحل اللابات بتبدأ تهنت، ولا بتمشي شوية في الريبورتس ورايت ابس والشغل ده؟ والله شوف، يعني على حسب فهمك للثغر. لو أنت شفت نفسك إنك الثغرة يعني متمكن منها بطريقة
يعني طريقة إنك تقدر تبسطها حتى للشخص اللي مو يعني في المجال. أنا لما بديت يعني اللوجيك باجز، يعني اللوجيك باجز هي سهلة، بس يعني احنا بنشوفها سهلة، بس لو تشرحها لشخص يعني برا المجال راح يحسها معقدة، زي فاهم؟ البروكن اكسس كده برضو، يعني تحس اللي هي ايه، يعني هي شرحها نظري اكتر ما هو عملي. بالضبط بالضبط. فلو انت صرت مثلا في البروكن اكس كنترول او في اللوجيك باجز، يعني لو تجيب مثلا اخوك اللي ما له شغل اصلا في هذا المجال وما عنده فيه ولا فكرة، وتشرح له هذه الثغرات بطريقة مبسطة، فانا اقول انك يعني صرت مؤهل انك يعني انك تهنط على هذه الثغرة، او صرت مؤهل انك تقدر تجيب هذه الثغرة بكل سهولة، عشان انت صرت فاهم جذور الثغرة. ازاي بتحافظ بقى على استمراريتك في التطور وتوازن نفسك عشان توصل للاهداف اللي انت عايزها؟ سؤال جميل. شوف، يعني مو افضل شخص يعني عنده عضلة الالتزام دي، يعني خاصة في التعلم. يعني لو نقول هانت، يقول لك اني انا شخص مو زي زمان. يعني كنت يعني بقسم وقتي للهند وللتعلم. الحين يوم ما صار إنه زي ما تقول يعني مشكلة، يعني ما أدري كيف أوصفها، بس صار الهند أو الشغل يعني طاغي على التعلم. هذا يعني أنا أشوف إنه غلط، يعني أشوف إنه غلط، وأكيد بإذن الله يعني راح أمانج الموضوع يعني في أقرب وقت. بس آه، أهم شيء يعني من تجربتي أنا إنك يعني تعطي لكل شيء وقت. يعني لو مثلا تشوف كيف كنت أنا مقسم وقتي، كنت بقسم وقتي إنه أعطي يوم بيوم. يعني يوم أهنت فيه يوم أذاكر فيه، يوم أهنت فيه يوم أذاكر فيه. مو لازم تمشي على نفس هذا السياق، بس أنا عن نفسي شفت إنه هذا أحسن شيء أقدر أسويه، عشان وشفت فايدة منه صراحة، لأنه يعني بيخليني مستمر أكثر. يعني لو أقسم مثلا يوم بيوم، يوم أهنت ويوم أذاكر فيه، يعني ما تجيني البيرن أوت بشكل سريع، فاهم؟ عشان أنا أصلا اليوم اللي أهنت فيه أكيد راح يكون فيه شوية ضغط، تمام؟ أنا بكرة عارف نفسي إني بكرة راح أذاكر، بس ما راح أشغل نفسي بالهنت أو أرد على الريبورت أو أي شيء يعني يتعلق بالشغل، فاهم؟ فاهم. آه، فتلاقيني إني يعني في اليوم اللي أنا ذاكر فيه يعني قطعت على حتة الضغط حق إنه أرد على ريبورت ما أدري في ثغرة أنا معصبتني في ترياجر أنا يعني مطنش عيني. فكذا يعني كان الموضوع يعني سلس وخليني مستمر لفترة طويلة، فاهم؟ ف يعني إنك توازي نفسك هو يعني أكثر شيء راح يفرق معك في حتة الاستمرارية. أن توازي نفسك مو من ناحية إنك تتعلم وتهند فقط، لا، توازي نفسك في كل شيء. يعني في العبادة، في الهند، في الشغل، في الدراسة، يعني كل شيء أعطي لكل ذي حق حقه، يعني حتى نفسك يعني. دلوقتي بقى هنتكلم عن المنهجية او الورك فلو بتاعك. من اول سؤال هو بتختار ازاي التارجت اللي هتهنت عليه؟ شوف، قبل ما كنت يعني زي ما تقول أخذ وقت كثير عشان أقرر إيه التارجت الممتاز عشان أبدأ أهنط فيه، تمام؟ مم. يعني أي تارجت أشوف إنه فيه مثلا فانكشن كثير وبلانز وكذا، أنا راح أشتغل عليه، تمام؟ هذا قبل يعني الريكواير إنه يكون التارجت، يعني بما أن أنا مركز على المانيوال تيستينج، فيكون التارجت يعني فيه تقدر تسوي لوجن بدون وجع راس، تمام؟ يكون في بلانز، يكون في فانكشن وفي يوزر، يعني زي ما تقول اللي هما تحت تصنيف الساس بروجرام، سوفت وير از سيرفيس. هم المواقع اللي بتقدم خدمة لفئة معينة، يعني مو لازم شركات يعني. آه، فهذه يعني قبل هذه الريكوايرد اللي كانت عندي عشان اختار التارجت، وفي مم. اي منصة كانت، يعني لو اكسترنال او في اكروان او في اي منصة ثانية، تمام. بس الحين الموضوع اختلف.
يعني صرت أشوف إنه من الأهم إني أختار تارجت بيكون رده أسرع من التارجت الثاني، تمام. مم. ولازم يكون رد يعني سريع لدرجة كبيرة، إنه أنت تبعث ريبورت بيجاوبك في دقيقة ونص. يعني على الأقل، على الأقل يعني 4 أيام بيكون أنا شايف الريبورت اللي أنا بعثته هو دبليكيت أو يعني انفورماتيف أو شغلة صحيحة، فاهم. اه فاهم. على الأقل 4 أيام، تمام. مم. لو لقيت التارجت يعني في هذه الميزة، أنا يعني هذا التارجت بالنسبة لي أنا راح أخذه في عين الاعتبار. في كمان يعني أنت كنت مستضيف شخص، والله نسيت اسمه. لا، كان يحكي على فكرة الريسكي باك. مسعد، هو مسعد سلام. هو الشخص ده يعني هذه فكرة يعني أو طريقة جميلة عشان تعرف لو أنت مثلا زي أنا بتحب تشتغل على تارجت يعني يكون سريع في الرد. ف يعني الطريقة هذه بتخليك تسوي زي فلتر للتارجت اللي أنت عندك. مثلا لو أنت عندك آه، يعني كتير برايفت بروجرام وما تعرف يعني إيه التارجت اللي بيرد بسرعة، أحسن شيء إنك تسوي الفكرة هذه. هو شوف، في شخص راح يجيك الحين ويقول لك ما هو في مثلا حقة الريسبونس دي اللي مكتوبة اللي مم. تلاقيها مثلا ملهاش لازمة. 70 اي بالضبط. يعني في تارجت انا بعرفه يعني عنده 100% يعني مقفلها يعني. انا بعرف يعني ريبورت يعني عنده 7 ايام او 8 ايام ما في ولا رد. يعني رد فقط الهاكر وان مثلا حق يعني انه يعني تقرير راح يروح للتكنيكال او شيء زي كذا، فاهم. مم. مو يعني دليل انه لما تكون هذه المؤشرات، فاهم. بعت او لك في انا واحد اشخاص. قبل كده، عنده برضو الرقم 100 تقريبا او حاجه زي كده، وبيصلح ريبورت في الشهر ومتسلم له فوق ال 300 ولا حاجه، لغايه دلوقتي تقريبا صلح فوق ال 15 بس بقاله سنه ولا حاجه، ومكتوب اللي هو 100 بالضبط. وبيرد بسرعه وعسل العسل. بالضبط. بالضبط. فاحسن شيء لو انت عاوز تسوي فلتر، يعني بما ان تجرب. حكينا عن الموضوع، انك تسوي ريسكي باك، تسوي موضوع ريسكي باك. مم. يعني مو باللازم انه تكون هي فكرة الريسكي باك، انه مو لازم تكون يعني ثغرة ضمنها انها راح تتقبل. يعني الريسكي باك يعني بتكون اي شيء، فاهم. اه فاهم. وتبعث هلا او بتسلم على التيم. لا يعني الكلام تروح ده خطر تشتغل على على هاكر البروجرام. وان. بتروح تشتغل على البروجرام. مثلا لقيت شيء آه، في نظرك انت انه هذه الثغرة يمكن تتقبل انفورماتيف، روح بلغها على طول، فاهم. هذه هي حتى الريسك باك. مم. جميل، يعني الحاجه الاساسيه اللي انت بتركز عليها ان التيم بيكون بيقدرك. بالضبط. هذا أكثر شيء أصلا بيخليني يعني مستمر على نفس التارجت. يعني أنت عارف المانيوال تيستينج أو أي شخص يشتغل على المانيوال تيستينج راح يقول لك إني أفضل أن يبقى في تارجت لفترة طويلة، فاهم. اه اكيد. فلو أنت عاوز تكتسب مهارة إنك تبقى في تارجت لفترة طويلة، أهم شيء إنه التيم بيقدرك وبيجاوبك بسرعة. طب دخلنا بقى بعد اختيار التارجت. اول ما انت بتختار التارجت بتعمل ايه بعد كده؟ من ريكون بقى أو اي حاجه بتبدا بيها، بتبدا ازاي شغلك؟ تمام. أول شيء أفتح النوت، تمام. أسوي لنفسي تاسك. يعني هم التاسك عندي يعني اعتيادي أو المعتاد إني أسوي 3 تاسك. أول تاسك بالنسبة لي إني أفهم البرنامج أو أستعمله كنورمال يوزر، تمام. مم. وثاني تاسك إنه هو اسمه كاتشينج نوز أو ألقط أي شيء يعني في البرنامج هذا مو مسموح لي إني أسويه، تمام. مم. وثالث شيء إني أسوي أناليزنج ريكوست، تمام. هذه أهم تاسك بالنسبة لي. أنا مثلا لو دخلت في التارجت راح أفتح التارجت وراح أحاول أستعمله كنورمال يوزر، تمام. جميل. أنا الحين جالس أفهم التارجت وأستعمله كنورمال يوزر. في نفس الوقت أنا فاتح البيرب،
يعني فاتح البرب وجالس أشوف الريكوستات. هذه حتى الاناليزنج ريكوست. يعني لو أنا مثلا دخلت للوجن عشان أسوي أكاونت، أنا بكون فاتح البرب تمام. اه. فأنا بشوف يعني الطريقة اللي هو بيسوي بها لوج. يعني هل هو بيبعث او تي بي، هل هو مثلا دخلني بدون او تي بي بعدين لازم اسوي فيريفايد ايميل. تمام. امم. انا دايما بكون فاتح البيرب واشوف الريكوستات عامله ازاي، وهل في مثلا شيء يعني انترستنج في الريكوستات. فهذه حتى الاناليزنج ريكوست. وكمان انا جالس يعني استعمل يعني كشخص عادي تمام. تمام. هم يعني زي ما تقول تاسك يعني كل تاسك يعني يعني بتعمل مع التاسك الثانية، يعني يشتغلوا مع بعض تمام. جميل. وبما أني أنا يعني تمام، أنا دخلت الحين وسويت ريجستر، وكمان جالس زي ما قلنا أني أسوي أناليزنج. أكيد راح أبدأ أستعمل الأبليكيشن. ومثلا لو مثلا لقيت مثلا الرول تمام، امم. أنا مثلا لقيت رول قدامي أو أقدر أسوي انفايت، فأنا أبدأ مثلا أسوي أكاونت تاني وبسوي انفايت ونشوف الرول هذه، إيه الأشياء اللي مسموحة مو مسموحة عنده. أنا الحين بديت في تاسك حق كاتشنج نوز. اه. ماشي. أنا أروح أسجل النوز هذه، وبعد ما أسجلها في النوتس حقي، بصير أشوف كيف أسوي لها باي باس. كمان في حتى إنه مثلا لو مثلا أنا سويت ريجستر ودخلني عادي بدون ما يقول لي إنه أرسلنا لك لينك عشان تسوي فيريفايد إيميل، بس بقى في الايرور حق ايميل از نوت فيريفايد. انا بما اني راح استعمل ابلكيشن يعني كيوزر عادي، انا اشوف ايه الاشياء اللي مو مسموحه اني اسويها اذا انا مو مسوي ايميل فيريفايد. جميل، صح. فزي ما فزي ما قلت لك يعني الثري تاسك هذم هم الاساسيات وهم يشتغلوا مع بعض صراحه. ولو اضطريت مثلا لو مثلا اروح للدوكس كمان، ولو انا مثلا ببحث عن بزنس لوجيك ايرور يعني في البلانز وكذا، اكيد راح اروح مثلا للدوكس عشان اشوف الاشياء اللي مسموحه في البلان حقي وبحاول اسوي لها باي باس. او مثلا حتى الرول مثلا اروح اذا اشوف اذا كان في مثلا الرول منظمينها في الدوكيومنتيشن حقهم بيكون شيء جميل. فحتى الدوكيومنتيشن هذه يوريكم في الدوكس. آه، انا اسميها ريكو. يعني انا اشوفها انه هذا الريكون الوحيد اللي مانوال انا ريكون. اسويه. اه بالضبط، احسن ريكون انك تسويه في المانيوال تيستينج، انك تاخذ اشياء من الدوكس، مو تقرا الدوكس كله بس، يعني تستعمل الدوكس كريكون. في اوقات يعني كنت كاتب رايت ابس، يعني من خلال اني كنت اقرا الدوكس اكتشفت انه عندهم ديمو سايت فاهم. اه. دخلت لديمو سايت ولقيت ثغرة. يعني الثغرة كانت هاي. الدوكس يعني تول جميل، جميل جميلة والله. جميلة جدا. طب آه، وبعد المانوال ريكون بقى بتعمل ايه وانت سام بتعمل ريكون؟ هل بتسجل بقى الاند بوينتس اللي بتشوفها، بتسجل كل الحاجات دي، ولا بتعمل ايه برضه هنا؟ والله أنا مو من الأشخاص اللي بتسوي ريكون على التارجت بشكل عميق. يعني أنا دوبك المين بيج أو المين سايت، يعني التارجت اللي هو مثلا ما أدري discord.com أو facebook.com. لو أنا مثلا حبيت أسوي ريكون، بسوي ريكون مانيوال. يعني يعني ريكورد مانيوال اللي هو مثلا بسوي جوجل دوركينج مثلا على سبيل المثال. بس مو من الأشخاص اللي بتحب تسوي يكون بشكل كبير على التارجت، إلا لو التارجت مثلا هو عاجبني، يعني كتارجت جميل والتيم حقهم جميل تمام. يعني زي ما صاير معي آخر فترة. يعني التيم حق التارجت اللي اشتغل عليه يعني جميل جدا، يعني تيم ممتاز لأبعد حد تمام. امم. بس المشكلة الوحيدة اللي عندهم إنه السكوب حقهم ما في فانكشن كتير تمام. اه. هنا يعني اضطر اني اسوي ريكون عميق.
يعني بستعمل تولز أكيد، أو مثلا بروح لشودن، أو بروح بسوي جوجل دوركينج بشكل كبير، فاهم؟ اه فاهمك. يعني هذه حالات يعني مو تكون مو موجودة دائما، بس في حالات يعني بسوي ريكون كبير، فاهم؟ طب احنا بقى عايزين يا مهدي تتكلم بقى في حتة انت بعد ما بتعمل ريكون بقى بتعمل ايه؟ بعد ما أسوي ريكون بعمل إيه؟ اه يعني انت دلوقتي عملت ريكون وعرفت الموقع ماشي ازاي. آه، هل بقى بتبقى عندك تشيك ليست مثلا بتمشي عليها، ولا بتست كل الفانكشنز واحدة واحدة كده، ولا ايه دنيتها؟ تمام. مو عندي شيك ليست، بس زي ما قلت لك هو أهم شيء إنه بيكون عندي النوت حقي مسجل فيه كل شيء. يعني النوت حقي بتكون مترتبة. يعني أنا راح أحاول أبعث لك يعني سكرين شوت بعدين، يمكن تقدر تضيفه في البودكاست عشان الناس تكون في الصورة. بس تمام. بتكون النوت حقي مترتبة عشان أنا مثلا لو نروح لأني وصلت لحتة الكاتشنج نوز، فأنا أي نوز أنا بتقابلني يعني بكتبها. تمام. مم. نفرض أني أنا خلصت، أو أنا حبيت أني أسوي باي باس لنوز معينة مثلا. لقيت في بلانز معين اللي هو عندي إنه مو مسموح لي إني أسوي مثلا آه، مسموح لي فقط إني أسوي 3 بروجكت فقط، لأن تكون متسجلة عندي هذه في النوز. تمام. تمام. أروح أسوي لها باي باس بكل بساطة. تمام. مم. لو مثلا حتة الإيميل فيريفايد، تمام، وانا ما اقدر اسوي انفايت لاي شخص الا لما اسوي ايميل فيريفايد. قابلني هذا السيناريو في كثير مواقع. تمام. تمام. فانا بما انه انا مسجلها هذه النوز، تمام، احاول اني افكر كيف اسوي باي باس. اشوف اذا كان مثلا يعني اليو اي ما تقبل بس الباك اند يقبل لما تسوي ريكويست. فانا الحين قدرت اني اسوي باي باس، اروح ابلغ الثغر. بشوف مثلا لو في مدري ميس كونفيجريشن انك تسمح لك انك هي لينك مو خاصة بالايميل هذه بتقدر تسوي بيها ايميل فيريفايد. يعني بفكر في السيناريوز اللي بتجي على بالي وبطبقها في النوز. وكمان في البروكنكس كنترول اكيد، يعني حتى اليوزرز وكذا اكون مسجل كل شيء، وفي النوتس بعدين احاول اني افكر كيف اسوي لها باي باس. مم. جميل. ما عندي يعني شيك ليست يعني بمشي عليها. بس هذا اللي يسويه. وفي ناس، في ناس يعني ما تستعمل النوتس اصلا. يعني في شخص الله اسمه معز شيء زي كذا، كان جايبه فارس وليد في بودكاست. اه. يعني ما يستعمل اصلا النوتس. يعني انا للحين مستغرب من هذا الشخص. هو يعني اغلب شغله في الفيسبوك في الميتا. تمام. يعني ما تمام. شاء الله عليه، يعني في حتة اللوجيك باجز والبروك نكس كنترول يعني قوي بشكل خرافي، بس ما يستعمل النوتس اصلا. هذا ما عنده ولا شيك ليست او نوتس. آه سبحان الله. تمام. انت دلوقتي لو لقيت بجاية بتكتب مهم. الريبورت، ايه نصايحك في كتابة الريبورت؟ خصوصا ان انا لاحظت فيه كده تمبلت جاهزة بتعملها او حاجة زي كده، في الجروب البرايفت بتاعك، اعلان اهو ببلاش. اه هو مو تمبلت صراحة، بس هذه الصيغة الوحيدة، لأن أشوف أنها أول شيء فيها شوية تقدير. تمام. وزي ما تقول احترافية، فاهم؟ مم. اللي هو يعني أنت أتوقع أنك شفت إنه كل ريبورت بتلاقيني مثلا أول البداية حقي هلو تيم هوب دوينج ويل. بتمسي عليهم كل مرة. بالضبط. يعني شوف انه في اشخاص بتلاقيها يعني من وجهات نظر او من طبيعه الشخص الثاني، فتلاقي شخص مثلا في ريبورت يعني دخل طول على صلب الموضوع، ستيب تو بروديوس، خذ دي. تمام. هو المفروض يعني حتى انت لو تبعث مثلا بروفيشنال ايميل، يعني مو يعني اكيد راح تسلم على الشخص لو كان عربي، او تقول له هلو، او فاهم هلو، يعني. ايه الاخبار، عامل ايه وكل شيء. بالضبط. يعني زي ما تقول شوية احترام. تمام. تمام. بعدين هذه في حتى أول بداية الريبورت. تمام. مم.
أشرح له أنا إيش لقيت، يعني شرح مبسط سمري ملخص. وأضيف في السمري أي نوت، أي نوت مثلا تتعلق، لو مثلا الثغرة هذه إنها ما تتسوى إلا في الانتربرايز بلان. أنا أقول له في السمري عشان يكون هو عارف الموضوع تمام. تمام. يمكن تكون هذه النقطة تكون مثلا لازم تتقال في السمري ملخص تمام. بعدين في ستيب تو بروديوس حاول بقدر المستطاع، وهذا كله يعني هو يدوي، يعني يكتب عليك لو يقول لك كده. يعني أكيد استعمل شات جي بي تي. يعني شات جي بي تي أو أي ذكاء صناعي هو صديقك، لازم تستعمل، لازم تستعمله. فستيب ريبروديوس يعني أحاول إني أكتب الموضوع. لو أنا أستعمل شات جي بي تي مثلا، أحاول أكتب الموضوع زي ما تقول بطريقة مفهومة قدر المستطاع من وجهة نظري أنا. أروح مم. لشات جي بي تي، أسوي له تكست، أقول له correct correct and don't change. عشان لو تبعثها له وتقول له مثلا make it good أو خليها جيدة، هو راح يبدأ يستنبط من راسه تمام. مم. أنا أنبه عليه، نقول له مثلا، نقول له make it good but don't change. يعني ما تغير ولا شيء، ما تغير الفكرة الأساسية، عشان الفكرة الأساسية أنت ما تفهم ولا منها ولا شيء تمام. عشان هو لو تقول له مثلا تعطيه ستيب تو بروديوس وتقول له مثلا ميك ات جود، هو راح يجيب أشياء من القمر وأشياء من زحل، فاهم؟ فعلا بيجيب لك خطوات مش موجودة أساسا، الموقع ما فيهوش الحاجات دي. بالضبط بالضبط. فأحسن يعني صيغة تقول له إنه مثلا ميك ات جود أو ميك ات مثلا شورت. لو أنت شايف إنها طويلة شويتين but don't change، راح يسوي لك الموضوع يعني بطريقة رهيبة تمام. وفي حتة السيبورت ماتيريالز دي كمان مهمة، في ناس كتير ما تسويها. يعني مثلا تكتب إنه لازم عندك مثلا تكتب فيها الفيرب سويت إذا كان الأداة الوحيدة اللي أنت استعملتها. وكمان تكتب مثلا إذا كان زي ما قلنا مثلا انتربرايز بلان. هذه الأشياء اللي هم يعني لازم يكونوا عندك عشان تلاقي هاي الثغرة تمام. تمام. وحتة الإمباكت كمان، يعني ما لازم تكون يعني طولها 70 كيلومتر. يعني يعني تكون ملخصة، فاهم؟ مم. التايتل في نقطة مهمة إنك تسوي كوبي للريبورت على كل، بالإمباكت وبالسمري وبالستيب تو بروديوس. تروح لشات جي بي تي مثلا، نقول له مثلا أعطيني تايتل مناسب لهذه الفقرة، راح يعطيك تايتل جميل. بس هذه يعني وكمان البي يو سي. البي يو سي، شوف إنه في نقطة في البي يو سي، أنت لازم تسجل بي يو سي. لو أنت بعثت أو ما بعثت لازم تسجل بي يو سي، عشان هذه النقطة الوحيدة اللي أنت عندك عشان تمنع من أي شيء يمكن يحصل لك. وصارت معي. ليش مثلا أنا سجلت بي يو سي تمام، وأنا حافظه في مكان ما. فأنا لو بعثت البي او سي أو ما بعثت تمام، حسيت إنه يعني ثغرة سهلة ما تحتاج بي او سي، لازم إني أسجل بي او سي عشان ما تقدر تضمن إنه مثلا بعد يوم بيصير في أبديت وكذا كذا، يعني بتتصلح ثغرة أنت بدون ما تدري. يجي مثلا بعد يوم تاني يجي مثلا الترياج الحق هاكر 1 يقول لك إنه ما قدرت أسوي ريبروديوس لهي الثغرة، إنه كنت ساعدني. أنت تروح تلاقي إنه ثغرة تصلحت. مم. فهذه مشكلة صراحة. صح. هذه مشكلة، لازم على الأقل إنك تسجل بي أو سي عشان لو صار معك هذا الموضوع وصار معي إنك تبعث بي أو سي. صح، لازم تضمن حقك. تمام، بما انك بقى بتستعمل المانوال في اغلب شغلك او كله تقريبا، امتى بتستعمل تولز وفي ايه؟ شوف، أنا صار لي زمان زمان ما استعملت ولا تولز. مم. هذه أشياء، هذا شيء يمكن في كثير من الناس راح تستغرب منه. بس
يعني زي ما قلت من السؤال اللي فات أو اللي قبل اللي فات، أنت كشخص لو أنت مثلا يعني صرت يعني مركز على يعني سكشن فقط حق ثغرات أو نوعية فقط حق ثغرات، المفروض إنك تطنش أي شيء ما يهمك. يعني مثلا لو تدخل الرايت أبس في ميديم، مم. مو لازم تقرا رايت ابس حق اكس اس اس وانت تدور على مانيوال. انت مثلا بتحب اللوجيك وتحب البروكن اكس كنترول، انا ما اقراها حتى لو هي مثلا جايبه ما ادري كم كلابس والناس كلها تتكلم عنها. انا ما احب اضيع وقتي اذا انا عارف انها ما راح تفيدني كثير. تمام. ما راح تمام. تفيدني بما اني انا مركز على شيء ثاني خالص. تمام. فتولز الناس بتستعملها مثلا في الريكو. انا زي ما قلت لك في السؤال اللي فات اني انه لو مثلا في شركة عجبتني بس سكوب حقها أو المين سايت حقهم آه، يعني يكون ما في فانكشن، أضطر إني أستعمل تولز. يعني أضطر إني مثلا أستعمل سب فايندر أو أشياء زي كذا، فاهم؟ عشان أشوف إذا ألاقي سب دومينز يكون في فانكشن عشان أسوي فيه تيست. مم. فبس يعني نرجع الموضوع إنه الأحسن إنه لو أنت شخص بتحب المانيوال، ركز على الشيء اللي يهمك فقط. ما يروح انتباهك مثلا لأشياء ما راح تستفيد منها. مثلا نزلت سي في إي جديد، ما روح تلهث وراه. أو مثلا في رايت أبس ما أدري حق ار سي، أو رايت أبس الناس كلها بتتكلم عنه. أنت تقدر يعني مو لازم، مو محرم إنك تشوفها أو إذا هي انترستنج، بس ما تضيع وقتك. يعني ما تضيع وقتك عشان يعني تطور أكثر في الحتة اللي أنت حابب تطور فيها بس. هل بتحب تشتغل على اكتر من بروجرام في نفس الوقت ولا تركز على واحد بس فترة طويلة؟ أكيد يعني بحب أركز على تارجت فقط لفترة طويلة. يعني زي ما قلت يعني less is more. يعني القليل هو الأكثر. يعني فلو تركز على شيء فقط أو تارجت، مو باللازم تارجت فقط. أنا يعني تركيزي، نصب تركيزي على شيء اللي هو الفيفوريت تارجت عندي. يعني لو جيت أحسبهم راح تلاقيهم يعني أتوقع أربعة أو خمسة بس. هذا من الفيفوريت تارجت اللي أنا عندي، اللي أنا اشتغلت عليهم وفهمتهم ولقيت فيهم ثغرات ودايما بسوي عليهم تيستينج يوم بعد يوم أو أسبوع بعد أسبوع. لو في شيء نزل صرت حافظهم. تمام. تمام. بس لو نتكلم نرجع نتكلم على الريسكي باج. انت عاوز تسوي فلتر للثغرات او معلش التارجت اللي عاوز تشوف اذا كان ردهم سريع او لا. عادي لو تشتغل على اكثر من تارجت، ما في ولا مشكله. تشتغل على اكثر من تارجت في نفس الوقت، يعني تعطي مثلا لكل تارجت ساعتين. وبعدين لما تسوي فلتر حاول انك تسوي ليست زي ما انا مسويها للفيفورت تارجت. ودايما الفيفورت تارجت بعد ما أنت تشتغل عليهم تبقى فيهم فترة طويلة، أكيد راح يكونوا بالنسبة لك هم المصدر الأساسي. لو أنت عاوز مثلا آه، تصير للمرحلة هذه، أنت لو عاوز مثلا تجيب ثغرة، فاهم؟ مم. عاوز تجيب ثغرة هذا الشهر، فأكيد راح على طول راح تروح للفيفورت تارجت، ما راح تروح على تارجت ثاني أنت ما تعرف. راح تروح للفيفورت تارجت وتسوي فيه جهد وتلاقي ثغرة بس. جميل. تمام. طب ازاي بقى بتعرف ان التارجت ده يستاهل وقت اكتر، مثلا فانكشنز اكتر مثلا؟ بالضبط، يكون في فانكشن أكثر. والمفروض أو المهم من الفانكشن إنه تكون شركة يعني مو كسول. يعني إيش مو كسول؟ بتكون شركة يعني بتسوي أبديت، بتنزل أشياء جديدة، في فانكشن جديدة بتنزل، فاهم؟ اه، فاهم. يعني هذا يعني يكون تارجت جميل صراحة. أو وأغلب الأشياء أو أغلب الشركات اللي
تلاقيها مو كسولة. أكيد راح تلاقيها الشركات ضخمة، يعني الشركات الكبيرة اللي تلاقيها عندها كوستمرز كثير، فاهم؟ صح. وتنزل أشياء كثيرة، أبديت كثيرة. آه هذا يعني أكثر شيء بيخلي الطريق جميل. تمام، ايه الاكستنشنز اللي بتستعملها في الهانت سواء في البراوزر او في البرب؟ تمام. يعني أول شيء وأهم شيء التون فوكس. اكيد. تمام. وفي كمان البارام ماينر، ما استعمله كثير بس في أوقات استعمله مو كثير، يعني في أوقات. مم. وفي كمان الأوث أنا أنالايزر، اللي هو حق زي اللي هو شبيه للأوثرايز. بيظبط لك الايدور وبروكن اكسس وبريفليج والشغل ده. كان بالضبط. كارم عامل عنه فيديو. بالضبط، جميل جدا. في كمان الاكستنشن اكتشفتها مؤخرا جميلة، كونتنت تايب كونفرتر. نزلتها في التليجرام عندي. مم. كونتنت تايب كونفرتر هذه جميلة. يعني مثلا لو أنت عاوز تهندل الجيسون، أنت فقط برايت كليك وتروح للاكستنشن هذه، بتهندل الجيسون على طول بدون أخطاء. وفي حاجة في البراوزر ولا انت فاكر كنت موريني حاجة قبل كده تقريبا؟ في البراوزر، في الويب اوبلايزر حق جلوبالايزر، اه. التكنولوجي دي. وفي كمان في حقة اللي بتعطيك البارامتر الموجودة كلها، هو الباث. آه، نسيت اسمها. فايند ف... سامثينج. ف... اي بالضبط، هي اه. فايند something. بس هذا من الاكستنشن اللي عندي في البراوزر. كمان في شيء يمكن احطه تحطه عندك في الوصف، في صندوق الوصف، اللي هو حق الويب اركايف، اللي هو بيعطيك يعني على طول، يعني بتسوي رايت كليك وبتدوس جو، بتروح على طول على للاشياء اللي متسربه في الويب اركايف عندهم. امم كان في فيديو كنت شايفه من فترة لحد مشهور، مش فاكر بصراحة اسمه، لو افتكرت احطه تحت. كان بيستعمل الموضوع ده وعمل تول. انا برضو عملت تول زيها بس كانت فايب كودينج يعني، بس فادتني جدا. كان بتديله اللينك او اللينكات اللي في الملف، بيتست على بيشوف الويب ارشيف ليهم كلهم، ويقوم عامل لك ايه، قايل لك في كام ملف بي دي اف، وكام ملف صورة، وكام ملف مش عارفة ايه، وكام ملف باك اند. وكان في فعلا بيجيب ريزلتس، وجربت بيه قبل كده جاب حاجات يعني باك اند كانت متسربة وحاجات زي كده، كانت جميلة بصراحة. جميل، باك جميل اند جدا. ايه، انا قصدي قلتها غلط. داتابيز. قصدي داتابيز. باك اند ايه بس. كان موضوع حلو يعني، هو بسيط بس حلو يعني، والويب ارشيف او اركايف يعني بالضبط. بيبقى فيه على حاجات كتيرة. جميل، بيرتب الموضوع. رأيك في الكولابوريشن، واساسا انت بتحب تشتغل مع حد وكده؟ ولو يعني بتحب تنظمه ازاي وتديره ازاي؟ الكولابوريشن موضوع مهم صراحة. مم. شوف، هو رأيي فيه كفكرة جميلة، يعني كفكرة جميلة، بس اللي اكتشفته إن أنا مو أحسن شخص بسوي كولابوريشن. يعني مو أحسن شخص بهندل كولابوريشن مع شخص، تمام. مم. بس في ناس يعني ما شاء الله، يعني بتلاقيه بسوي كولابوريشن وبتلاقيه بيجيب ريزلت بشكل جميل. بس شوف، الأشياء اللي لازم تاخذ يعني في عين الاعتبار في كولابوريشن، إنه أول شيء يعني تكونوا منظمين في حتة الفلوس. يعني آه، أول شيء لو أنت متفقين حابب من تسوي الاول وكده. كولابوريشن، بالضبط بالضبط، عشان لو يعني سهل ربنا وبديتوا بتجيبوا باجز، ما يصير فيه ولا خلاف، تمام. مم. فأنا أشوف يعني أنا سويت كولابوريشن مع أشخاص قبل. أشوف من وجهة نظري إنه أحسن كولابوريشن تقدر تسويه، أو أحسن نظام تقدر تسويه، اللي هو ال 50 50. 50 مم. 50، وما يهم المجهود. مثلا أنا وياك الحين بدينا نشتغل على تارجت، تمام. مم. إحنا الحين اتفقنا يعني نشتغل على تارجت. فمثلا لو إحنا فتحنا مع بعض، يعني مثلا من الساعة 8 إلى الظهر،
فتحنا طريقة بدينا نشتغل مع بعض. فأنت من ناحيتك لقيت ثغرة، تمام. ولو أنت أرسلتها فأنا لي فيها نصيب، عشان إحنا أصلا متفقين يعني نحن نشتغل على طريقة، نقسمها 50-50. أنا كمان لو لقيت ثغرة وأنت أصلا ما كنت يعني ما أعطيت فيها فايدة كثير عشان أنا ألاقيها، لو تقبلت راح نقسمها 50-50. في الوقت اللي يعني يصير فيه ظلم شوي إذا بتقسمها 50-50، إلا إذا كان مثلا أنا فتحت في اليوم الفلاني، أنا مثلا فتحت بكرة، أنا فتحت وأنت ما فتحت، وأنا لقيت ثغرة. يعني يعني أنت ما فتحت أصلا، أنت مو معي في الكاد، أنت ما جالس تسوي ولا شيء، فاهم؟ أنت نايم، تمام. مم. آه، أنا أعتبره إنه لو لقيت ثغرة في اليوم هذا، يعني بتكون من نصيبي أنا فقط. أنا أشوف هذا من وجهة نظري بس، يعني ما أكثر. هي كولابوريشن من نوع ثاني، اللي هو يعني لقى مثلا ثغرة، يجيك يقول لك مثلا لو قدرت إنك تعلي الإمباكت، راح يعني بتاخذ نصيبك في هذه الثغرة. فهذا يعني نوع ثاني من كولابوريشن. اه. كلهم جميلين صراحة. الكولابوريشن يعني حتى لو مثلا ما نجح، يعني بيخليك تكتسب يعني فكرة على تفكير الشخص الثاني. شيء جميل، شيء جميل، يعطيك يعني فايدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. مم. انا شايف اكبر فايدة يعني للكلاب هو بتشوف الناس التانية بتعمل ايه، فاهم؟ يعني بتقعد مع ده حبة تشوف بيفكر ازاي، بيشتغل ازاي، تاخد طريقته، وهو برضو نفس الكلام معايا. وبعد كده اروح لحد تاني اشوف عشان ايه، نشوف الطريقة. بالضبط. يعني في أوقات يعني كنت سويت كولابريشن، وفي أشخاص يعني بطريقة غير مباشرة يعني خالص، يعني نبهوني على أخطاء يعني كنت بسويها. يعني بطريقة يعني مو هو شاف الخطأ قال لي لا لازم تسوي كذا، لا، بطريقة غير مباشرة. وكان يحكي وأنا بلقط الأفكار من عنده، شو طريقة تفكيره، اكتسب من هذا شوي وهذا شوي وهذا شوي. يعني في مم. الأول والآخر كلنا ناقصين، يعني مو في شخص أعلى من اكيد الثاني. اكيد. وبس بختلف بس معاك في حتة اللي هو لو انا النهاردة فتحت وهو ما فتحش، لان انا كنت برضو بعملها مع صحابي. كنت ماشيها ازاي يعني في الجزئية دي؟ انا مثلا في اول اسبوع بيبقى عندي ضغط جامد في الكلية، بس في اخر الاسبوع نص الاسبوع التاني ببقى شغال افضل يعني، وببقى وقت كتير، فاهم؟ فانا بصراحة يعني ما بحبش فكرة اللي هو الكلاب على التايمر. يعني ايه على التايمر؟ او اللي هو الكلاب في الكول ده بمعنى اصح، يعني اللي هو ايه، احنا هنفتح نكلم بعض نكلاب. لا، انا عندي حتة اللي هو ايه، بص انا النهاردة ممكن مثلا اصحى متأخر او حاجة زي كده، انا النهاردة هنت 3 4 ساعات على كذا وكذا وكذا. بحب جدا يعني تنظيف في الحتة دي. بقى هنت النهاردة مثلا على البروفايل اول حتة فيها مش عارف ايه كده كده، او على الريسيت باسورد، ده هنجرب في كده. هنت واول ما افتح او ما قايل انا بدات هنت وجربت مثلا كذا، كانك مثلا بتعمل بنتست يعني، فاهم؟ بس يعني الموضوع مش بالشده دي. واهم حاجه عندي نوتس، اهم حاجه شايفها في الكولاب هي النوتس. يعني انت شايف حاجه يعني غير الطبيعي بواحد بس، بواحد في المية اكتبها في نوتس بس. يعني غالبا غالبا تقريبا كل الثغرات تقريبا اللي احنا جبناها انا واصحابي مثلا مع بعض، هي كانت منين؟ من النوتس. حرفيا حرفيا يعني بحط نوتس. يا شايف البج اللي احنا جبناها دي كنا كاتبينها في النوتس، اول نوت كتبناها اول ما دخلنا الموقع. انت يعني انا شايفها كده. وفي حته بقى اللي هو لازم نبقى في كل او لا، لا بصراحه لا، عشان انا أوقات بحب هانت لوحدي، بس مع حد اللي هو ايه، اللي الاقي حاجه اكتب نوتس وكده. واكيد يعني بتختلف من اشخاص لاشخاص، بس انا قلت لك يعني في حته ايه، لو هو نايم النهارده او تعبان النهارده، لان اكيد يعني كلنا مش بيبقى اوقاتنا زي بعض. بالضبط. أنا ليش قلت الموضوع هذا؟ عشان أنا أشوف إنه لو مثلا أنا بدينا نشتغل كولابز مع بعض، وأنت مثلا الثلاث الأيام اللي جايين أنت ما سويت ولا مجهود، تمام، أنت قلت إنه عندي شيء، عندي راح أسافر، راح يعني يعني مو ظلم، بس يعني مو عندك حق إنه لو أنا لقيت ثغرة أنت لك فيها نصيب، فاهم؟ فاهمك اه. يعني أنت كنت يعني 3 أيام مو موجود أصلا، أنا لقيت ثغرة أو اثنين. آه عشان كذا أنا قلت هذا الموضوع. انت ممكن تكون بتبص لها كده، بس انا مثلا ببص لها اللي في 3 ايام تانيين انت مثلا هتبقى مشغول فيهم، فانا هشتغل فيهم، فاهم الفكره؟
بالضبط يعني. هي وجهة نظر، كل شخص عنده وجهة نظر في الموضوع اه صراحة. اكيد. في أشخاص يعني بتقسم 70 30، في أشخاص 80 20. حسب المجهود وحسب الحاجات دي كلها والحسبة دي ما بحبش اخشها بصراحة. انا هنشتغل مع بعض، انا هاخد اللي انت هتاخده بس. بالضبط. تمام. طريقتك في تنظيم الوقت وازاي بتعمل تاسك مانجمنت كويس؟ طريقتي في تنظيم الوقت، امم. والله، زي ما قلت قبل ما نبدأ البودكاست يعني، أهم شيء يعني أنت أصلا عندك هذه الحتة. أهم شيء تكون عندك الخطة الأسبوعية، يعني تكون امم. عارف الأسبوع اللي جاي، يعني عارف أنت مخطط إيش راح تسوي. الناس ما حضرتش دي، اتكلم عنها. كنا مع بعضينا احنا آه، قبل بال- البودكاست. أهم شيء مو لازم يعني تكون متشدد على نفسك، بس لازم على الأقل أنت عارف الأسبوع راح يمشي إزاي. يعني امم. مثلا تبتدي مثلا تخطط الأسبوع حقك من يوم الأحد، أنت عارف يوم الاثنين والثلاث واليوم اللي بعده إيش راح تسوي بالضبط. عندك تمارين، عندك مذاكرة، عندك راح تسوي هانت في الموعد المحدد ولازم كمان تحط لكل شيء يعني وقت إنك تبدأ فيه، وقت إنك تنهي فيه الموضوع. ما تخلي نفسك سايح، فاهم؟ مو امم. عندي بكرة عندي هانت، أنا في أي وقت راح أروح هانت، لا. يعني عندي هانت من 8 الصبح للظهر، تمام. يجي الظهر أنا يعني بكون عارف إني راح أصلي، بعدين راح أتغدى، وبعدين راح أريح شوي. بعدين مثلا عندي تمرين، راح أروح للجيم، أو عندي ماتش أو أي شيء، فاهم؟ أكون عارف إنه يعني بهندل الموضوع، يعني بيكون كل شيء أو كل تاسك يعني عنده موعد إنه راح يبدأ فيه، وموعد راح ينتهي فيه. هذه أهم شيء زي ما قلت، الخطة الأسبوعية. والخطة الأسبوعية وال... واليوم عارف التاسك، زي ما تقول إنك تهندل التاسك اللي عندك امم. بس. ايه اصعب لوجيك باج او اكسس كنترول طلعتها؟ آه، أصعب لوجيك باجز قابلتها يمكن قبل شهر كذا، أو لا، يمكن أكثر شوي، يمكن شهر ونص. امم. كان في ثغرة لقيتها في بروجرام. هما يعني توهم منزلين حتة الاي اي دي. اه. يعني كان في ايجنت حق اي اي تقدر يعني تشات معه وكده. كان الموضوع يعني مقتصر على انك ترسل له مثلا رسالة تسأله على اشياء يعني تخص الموقع وكده. امم. ما كان يعني الاي اي يقدر يعني يسوي اكشن، فاهم؟ اه فاهمك. فانا خليت بالي يعني يمكن قلت لك انه كان في يعني مع الابديت ومع الميزاجور كان حصل له انه عادي صار يقدر يعني يسوي اكشن. تمام. امم. انا قلت ليش ما نسوي اكشن مو من حسابي انا، يعني اكشن من حساب شخص ثاني، فاهم؟ زي ما تقول اي دور بيسويها الايجنت حق الاي اي، تمام. اه فاهم. هاي الثغرة يعني تقدر تعتبرها برومبت انجكشن، اللي هو تسوي مثلا تلعب على الاي اي، تلعب على امم. الشات بوت هذا. من الاول اول تجربة ما ضبطت. بعدين حاولت كذا مرة يعني أغير مثلا في الريفيرير اللي هو اللي تلاقيه في الهيدر ده، اللي أعطيه لينك وكذا. اه. آه، آه، يعني لاحظت شيء غريب. يعني لاحظت إنه بدل ما يقول لي إنه ما لقى هذا الشيء في الأكاونت حقي، قال إنه لازم كونفirmation. تمام. امم. أنا هنا يعني قلت هذه يعني أنا لقيت ثغرة، يعني هاي يعني تعتبر هاي، عشان أنت أصلا تقدر تسوي يعني أبديت على مثلا لو تقول مثلا اسم شيء معين في هذا التارجت. أنت تقدر من الاي اي فقط تغير أي اسم
يعني يخص حساب ثاني، فاهم؟ اه جميل. ف- فهنا بعثت الريبورت وقلت كده هم لما يسووا لها الريبروديوس حقهم راح يلاقوا اني انا صح. بس مع الاسف اجاني رد انه يعني ما قدر الفريق حقهم انه يسووا له يعني ريبروديوس، وطلبوا مني نيد مور انفو. أنا هنا يعني انجلطت، وهذه يعني شيء حاب أقوله. لما أنت تكون متأكد من ثغرة، يعني متأكد منها 100%، ما تستسلم. يعني في أوقات تكون أنت متأكد من ثغرة، بس لما الفريق مثلا يقفلها انفو، أو حتى في أوقات كانت تجيني يقفلوها ان اي. اه أنت لو أنت واثق منها لا تستسلم، لا تستسلم. حاول تقنعهم، حاول أبعث ما أدري تيكت لهاكر وان، حاول سوي أي شيء. فأنا الحمد لله يعني كان فريق يعني محترم. قالوا لي شوف، أنا اللي عرضت عليهم، قلت لهم أعطوني يعني الاي دي حق مثلا البرودكت، أو كان في سيرفيس حق زي ما تقول متجر وكذا. امم وراح أنا أحاول من جهتي أنا إني أغير، وراح نشوف. ومع الأسف أعطوني الاي ديز وكذا وضبطوا لي الدنيا، بس ما قدرت أغير. فأنا يعني أتوقع قعدت 3 أيام وأنا فقط على هذه الثغرة. ليش ما اشتغل؟ ليش اشتغلت من المرة الأولى ما اشتغلت المرة الثانية؟ أنا بديت أحلل، يعني قلت طب يمكن علاقة بالاي بي، عشان أنا ما كنت يعني أسوي في بلاك هات، يعني ما كنت يعني أخترق في حسابات ثانية. كنت لما سويت أول تيست كنت أخترق في نفسي يعني، ما كان شخص ثاني، فاهم؟ أنا قلت يمكن ليه علاقة بالاي بي، يعني لو مثلا اي شيء إذا كان الاي بي خارج من نفس الريكوست راح يقبلها، تمام. امم جربت كمان، قلت لعل يكون آه، يعني في أوقات كنت بستعير يعني حتى بالشات جي بي تي أو أي اي ثاني عشان يعطيني احتمالات، بس هنت يعني عشان أضبط الدنيا. اه تفهم اللي بعدين بيحصل. بعدين جربت كل الاحتمالات بس ما زبطت. بعدين قلت ما هو يمكن يكون يعني في الاي اي هذا اكيد هو عنده باك اند، تمام. قلت يعني اكيد الشيء، او لازم الفيكتيم الضحيه لازم يكون هو اصلا مسجل عنده بيانات، لازم يكون حاكم على الاي اي هذا، فاهم؟ اه عشان لما يرجع، لما انا بعث كاتاكر ابعث مساج للاي اي، يشوف الباك اند حقه، اذا لقى هذا الشيء راح يقول لي انه هذا موجود وراح اسوي عليه اكشن، تمام. مم. والحمد لله يعني ضبطت. كان الموضوع متعلق بالباك اند بشكل تام يعني. لو انت رسلته من اول، يعني الفيكتيم كان يعني يراسل في الاي اي، يعني يشتغل معه ويقول له سوي لي اكشن، احذف لي شيء، ساعدني في الشيء. فهو تلقائيا الاي اي يروح يخزن الاشياء عنده في الباك اند. فلو لقاها هو ما كان يشيك إذا كان هذا الشخص أو لا أو غيره. إذا بعث له برومبت أو مسج قول له غير لي مثلا برودكت اي دي، البرودكت هذا بالاي دي هذا لاسم ثاني، فيقول له يا هلا يا مرحبا. هذه يعني أعقد ثغرة وأكثر ثغرة نرفزتني صراحة. اه فعلا هي فيها تفاصيل كتيرة. بالضبط، يعني بقيت يعني أكثر من 3 أيام، يعني كنت بنزل عليه رايت أبس، كنت منزل عليه رايت أبس. وصراحة في ناس أصلا بعد ما قرأت الرايت أبس ما فهمتها أصلا. كنت معك بصراحة. هي فعلا مش بسيطة خالص. بالضبط، بس الحمد لله يعني كانت هاي، والفريق كمان أعطوني بونس. الحمد لله. طب ايه بقى اسرع بج لقيتها؟ أسرع باج لقيتها كانت آه يعني في موقع كده. آه أنا دخلت، وصراحة لما دخلت كنت ضامن إني ما راح ألاقي شيء بهذا السهولة. حتى لو لقيت يعني هو في المين دومين، فأكيد راح ألاقي دبليكيت، عارف داخل بنفسية يعني الله وكيلك. مم. دخلت وفي في كان التو فاكتور اثنتيكيشن. اه أنا يعني اللي لاحظت إنه لما دخلت
الإيميل والباسورد لاحظت على طول الGWT يعني متليّن، يعني إيه ده؟ قُلت إيه الموضوع ده؟ يعني لهالدرجة دي؟ قُلت طب ما هو الGW أصلًا موجود، اقدر يعني بدون أصلًا يعني تقدر تسوي أي request. باي قُلت باس ليه يمكن هتاخده وتحطه في الريكوستات من غير تو فاكتور اوثنتيكيشن. بالضبط، بالضبط. والموقع يعني يعني عملاق شوي، يعني موقع محترم، مو للدرجة دي. وأنا أصلًا زي ما قُلت لك بحثتها واتأكدت منها، قُلت لعل الGWT ده يعني مو لازم، أو يعني يمكن يكون عنده access معيّن فقط، مو access للaccount كلّه. حاولت شوي إني أشوف إذا أقدر أسوي bypass بالresponse manipulation وضبطت معي، رُحت على طول بلّغتها. بس دي يعني ما مشهورة شوية مسكت. على فكرة البج دي. بس الموضوع إنه ما مسكت معي يعني يمكن 10 دقائق كذا، سويت account، فتحت account ثاني، رُحت أخدت الremote pass والaddress، حاولت إني أسجل مرّة ثانية، لقيت الtwo factor authentication قال إنه أرسلنا لي كود على الإيميل. أنا من هذه النقطة انطلقت، يعني 10 دقائق، ما أفتكر إني بقيت فيها كتير يعني، يعني بالreport يعني 15 دقيقة بس. وسبحان الله والله زي ما قُلت لك يعني داخل بنفسية يعني مو إيجابية بالمرّة يعني. مم. ربنا بيرزق. بالضبط. الحمد لله. تمام. لما بتشتغل على جرافيك كيو ال ايه منهجيتك؟ والله الgraph QL أنا ما درست يعني يعني ما غطست فيه كثير، من حيث إنه في أشياء في الgraph QL يعني متعمقة شوي، فاهم؟ اه. بس يعني نفس أنا أشوف إنه يعني يعني كمنهجيتي أنا، آآ أشوف إني أتست على الGraphQL والAPI زيهم زي بعض، يعني مم. ما أركّز على الquery والأشياء دي، عشان أنا ما درستها، أنا ظالم نفسي إني ما درستها. في ناس يعني بتجيب منها ثغرات جميلة جدًا، في اه. ناس بتجيب hidden endpoint أنت ما تلاقيها، يعني ما تلاقيها أصلًا، فاهم؟ فاهم. بس نفس الAPI، يعني في ناس بتجيني يعني في الخاص تسألني على GraphQL وما فهمت ومعقّد وكذا، بس لأ، يعني شوف إنه آآ زي ما تقول لمّا تشتغل عليه شوي، تشغّل إيديك عليه شوي، راح تصير يعني friendly معه، زيه زي الAPI، راح تستوعب إنه هو زيه زي الAPI، بس يعني في response راح تجيك JSON، حتى الrequest هي JSON. لو تبحث مثلًا عن الidols فأكيد إنه موجود في parameter، موجود في idols، مو معقّد للدرجة دي. نخش بقى شوية على ايه المشاكل والتحديات والشغل ده. آم، اكبر تحدي واجهته في الباج باونتي؟ والله زي ما قُلت لك متولي أكبر تحدي البودكاست معك صراحة، هي خرّافة صراحة. للناس اللي ما تعرفش، بس البودكاست مش عارف بصراحة 12 في شهر 2 2026 ولا لا. بس هو البودكاست ده انا تقريبا نشره من شهر 11 او 12 في 2025. وتقريبا سجلنا مرة وما عجبناش، وبعد كده سجلنا البودكاست على كام مرة. مهدي يلعب شوية وراه شغل شوية يعني. تقريبا ده هو اكبر تحدي هو واجهه، وهو فعلا يعني البودكاست تقريبا متسجل على كام سيشن، يعني ممكن تقول ست سيشنات ولا سيشنز حاجة زي كده. إمم، بإذن الله يخلص بإذن الله. طب اكبر بس تحدي غير البودكاست؟ بالضبط. وضّح سؤالك. اه. شوف شوف أكبر تحدي وأكبر تحدي يعني بيواجهه مو أنا شخصيًا، واجهته ناس كتير بدأت في المجال، اللي هو موضوع الfirst bounty. امم. أنا كان أصعب تحدي صراحةً هو، أنا أشوف إنه الfirst bounty هذا هو الفارق اللي أو الدافع اللي راح يحدد إذا أنت راح تكمّل في المجال وتدوس في المجال أو لا. يعني الموضوع يعني زي ما تقول يا تصيب يا تخيب، فاهم؟ اه. بس كانت في لحظات كنت أفكّر إني أسيب المجال، كانت في لحظات يأس، كان في لحظات عدم الثقة بالنفس، إني أنا قد هذا المجال،
بس الحمد لله يعني كانت موجودة دوافع. أنا كانت عندي دوافع. أنا أكثر شيء فادني إنه كانت عندي دوافع، يعني دوافع تخلّيني أشتغل يعني غصبًا عني، فاهم؟ حتى اه لو فاهم. ما أدري إيش، حتى ولو ما أدري إيش. عارف أنت لو في مثل يقول لك لو مثلًا خليناك تجري ما أدري كم يعني ميل، يعني جريت لين تعبت، فاهم؟ مم. ولو مثلًا أنا آجي أعرض عليك إنك أعرض عليك مثلًا فلوس، تمام؟ أعرض عليك فلوس وأقول لك كمّل اجري حتى لو أنت تعبان. فلو مثلًا كان الفلوس شوي راح تقول لي لأ. طب لو أنا في الوضعية هذه حطيتك قدامك أسد، أنت غصبًا عنك راح تجري، فاهم؟ اه. فكان الموضوع زي كده. أنا حاطط نفسي يعني كأنه في أسد يجري وراي، فاهم؟ لو أنا ما دفعت نفسي وجريت راح أموت. فكان الموضوع حياة أو موت بالنسبة لي. مم. يعني كنت إكستريم شوي صراحةً، بس هذا الشيء اللي يعني ضبط معي. الدوافع، موضوع الدوافع هذا، مم. هذا أكبر تحدي صراحةً في البدايات. جميل، كنت ماشي الموضوع كحياة أو موت زي ما انت قلت. بالضبط. ما هو شوف الfirst bounty زي ما قُلت لك هي الإثبات اللي تشوف إنه المجال يستحق، فاهم؟ مم. يعني الشيء الملموس، أنت عارف إنه المجال يستحق. أنت دخلت في الcommunity حق الX وعارف إنه ناس بسم الله ما شاء الله يعني يجيبوا بأرقام خرافية كل يوم. أنت عارف، بس أنت حابب شيء ملموس، فاهم؟ اه. شيء ملموس، شيء مادي أنت تشوفه بعينك، فاهم؟ نتيجة result قدامك، فاهم؟ إيه، ليه من وجهة نظرك في ناس كتيرة بتذاكر ثغرات ومش بتلاقي باجز، مش بتجيب حاجة؟ وفي عدة عوامل صراحة، وأهم عامل إنه ما يطبّق. يمكن تلاقيه مثلًا ماسك يعني مذاكر ثغرات وكُلّه تمام، بس ما يطبّق وما يستمر. يعني مثلًا تلاقيه هو، وفي ناس يعني كنت أعرفها بنفس هذا التفكير وللحين يعني مو لك الدرجة، يعني ضبطت معهم إنه يلاقوا bug external وكده، بس ما دعسوا في المجال، ما دخلوا للمجال بشكل صريح، فاهم؟ اه. زي ما قُلت العوامل إنه ما يطبّق وما يستمر على التطبيق. تلاقيه لو مثلًا صار يطبّق، صار يبني لنفسه منهجية عشان التطبيق راح يبني لك لنفسك منهجية، فاهم؟ راح مم. تصير مو checklist list. أنت تصير لمّا تطبّق، لمّا أنت متعلّم ثغرات ومذاكر وكُلّه تمام وماخذ tips وعارف كيف يعني تشتغل على هاي الثغرة. لمّا تفتح الprogram وتبدأ تشتغل وتطبّق عليه ويصير تطبيق أكثر من أكثر من مذاكرة. يعني عقلك راح يتعوّد، فاهم؟ عقلك اه. راح يتعوّد وراح يصير الموضوع يعني بلا وعي، فاهم؟ أنت لازم توصل لهي المرحلة. أنت لازم توصل لهي المرحلة. إذا ما وصلت لهذه المرحلة فأنت يعني راح تفشل. يعني راح تفشل بمراحل جدًا. راح تبقى الloop حق الlearning بس. يعني انت بتنصح اللي هو مش لاقي باجز ان هو بيكمل يطبق اكتر؟ يطبّق أكتر. لين يصير الموضوع زي ما قُلت، لمّا يصير الموضوع بالنسبة لك إنك ما تحس إنها ثقيل أو تفتح target جديد وتبدأ تشتغل عليه وكده، أنت تمام. بس لو أنت للحين تحس إنه ثقيل جدًا إنك تفتح target، يعني أنا كنت يعني أعاني من هذه المشكلة. يعني أنا كنت الموضوع ثقيل جدًا، إني أروح أفتح الحين target وبرب سويت وأشوف الريكوستات مرة ثانية. كنت أخاف من الريكوستات يا عم. مم. بس زي ما قُلت لك النقطة الفاصلة إنه إنه تصير الموضوع يعني ما يرهقك وما يخلّيك تتشنج، فاهم؟ ما اه يخلّيك فاهم. يخلّي الenergy حقك low، بالعكس يحمّسك. فأنت لو وصلت لهذه المرحلة بإذن الله أمورك تمام. البيرن اوت، الوحش بتاع الباج هانترز، بتتعامل معاه ازاي؟ بتحاول تحله ازاي؟ انت كنت طبعا عامل في الجروب البرايفت بتاعك رسالة عن الموضوع ده، بس طبعا عشان مش كل الناس هتسمعها، فانت اتكلم يعني عن البيرن اوت بتتعامل معاه ازاي. يا عم شكرًا على الإشارة أول حاجة.
جروب الجروب بتاع مهدي هتلاقيه تحت. اه بالضبط. آه. وشوف انا البرن اوت زي ما قلت انا في الفويس ريكورد في الجروب. انا للحين يعني بحاول اني احل. يعني ما عندي الوصفة السحرية اللي تخليك ما تجيك البرن اوت. بس انا تعاملي معه ازاي؟ زي ما قلت لك في مرة، اني لو جاني أحاول. مو كل شخص يعني عنده طريقة خاصة، فاهم؟ يعني في شخص مثلا يحب لما يجي بيرن اوت يفصل، يعني يسيب من الشغل ويسيب كل شيء. تلاقيه راح سافر، راح خرج مع أصحابه وكذا. أنا عن نفسي لا. أنا لو يجيني بيرن اوت أحاول أمانج الموضوع بإني أحسن اللايف ستايل حقي، عشان أنا عارف البيرن اوت الأسباب الجذرية اللي هي تجي، مم. اللي تسبب البيرن اوت. زي ما قلت في الفويس، الأسباب هذه يا صحية أو نفسية، وفي سبب ثالث راح أذكره بعد. فأنا أحاول أشوف. أكيد أنا لما يجيني بيرن اوت على طول أعرف نفسي إني أنا يا صحتي النفسية أو جسدية متدهور. أنا أحاول أمانج الموضوع. يعني أحاول، زي ما قلت، الصحة النفسية اللي هي يعني إنك تصلح علاقتك بربنا. مو لازم تروح تسوي يوغا وروح تشوف أغاني أو شيء. يعني صحتك النفسية مرتبطة بربنا، فأنت حاول تصلح علاقتك بربنا، راح تصلح نفسيتك. أحاول أمانج الموضوع هذا. وصحتي الجسدية كمان، أحاول لو أنا شفت إني مقصر من ناحية الرياضة وكذا فأحاول أرجع. بإذن الله أمانج الموضوع. بإذن الله. يعني بإذن الله يعني مو استسلم وروح مثلا أفصل وكذا. ويمكن حل هذا، بس أنا ما نحب الحل هذا، عشان أعرف إنه الحل هذا لو راح يصير مهرب، فاهم؟ مم. الناس كلها بتكره الشغل. الناس تكره الالتزامات، فاهم؟ اه أنا اكيد. لو كنت، أنا يجيني البرن اوت يعني في الأسبوع يجيني بشكل متكرر، فاهم؟ الشهر يجيني بشكل متكرر. لو كان المهرب حقي إني أروح أسافر أو أروح أسيب الشغل، أنا كذا يعني ما جالس أنجز، فاهم؟ مم. هذه طريقتي في كيف أمانج الموضوع بس. مم. طريقة مختلفة شوية عن عن الأغلب ممكن يقول ريح أو حاجة زي كده. ما هو زي ما قلت لك، في ناس يعني تختلف، ناس تختلف. بس أنا زي ما قلت لك أشوف الأسباب الجذرية اللي هي بتسبب البيرن أوت وأحاول أعالجها. مم. جميل. تمام. من رأيك ايه الميس كونسبت المنتشر شوية عن الباج هانترز بس هو غلط يعني؟ إن هو شخص يعني ريش مان. غني ويشتري كل حاجة. بالضبط. يعني في ناس يعني في المجال يعني ما شاء الله تحقق يعني أرباح جدا كبيرة. بس مو الكل. في ميس كونسبت كثير صراحة. بس اللي أشوفهم منتشرين إنه الشخص اللي يشتغل باك باونتي، زي ما قلت يعني يكون شخص غني. يعني هذا أكثر شيء يعني منتشر. يعني وفي ناس تروج زي كذا يعني. بس هذا يعني يعتبر من الأشياء اللي أنا أشوفها صراحة. يعني مو يعني والله أشوف إنه المسكونسبت هذا عبيط شوي يعني متوجه. ما في مم. مسكونسبت ثاني أتكلم عنه يعني. مم. هي الفكرة بس ما في اللي مظبوط. هو أي حد بيبقى داخل المجال أو حاجة يخش تويتر، أنا خدت 5000 دولار، خدت 10000 دولار، خدت. فأنت بتبدأ إيه ده كل ده؟ فمعروف ليه بالضبط. يعني ده منتشر يعني، بس مش كلنا بناخد الفلوس دي ومش كلنا بناخد الفلوس دي دايما يعني. بالضبط. ما هو الذي سجلها. ما هو شوف، إن المجال حق سايبر سكيورتي هو أصلا المنتشر عنه إنه هو يعني مجال الجنة اللي لو الفلوس. تدخله راح تشبع فلوس، فاهم؟ اه. فتلاقي في عينات تدخل، أشخاص معينات احترم شوي رمضان كذا. أشخاص تدخل
يعني همها الفلوس، مم. يعني همها الوحيد الفلوس، يعني بتجي يعني يغريها المجال. وفي الآخر هاي الناس يعني ما تنجز كثير صعب، عشان المجال صعب 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 صعب، يعني بشكل رهيب. في ناس للحين يعني بقالها ما أدري عام عامين 3 سنين، للحين ما لقت أول ثغرة. الله المستعان يعني. بس هذه من أكثر شيء أنا أشوفه. وناس تروج، المشكلة إنه الناس تروج بطريقة مرعبة. يعني تلاقي شخص مثلا مسوي كورس، تلاقيه كل دقيقة بنزل بوست على إكس: يس أي ريورد ما أدري كم من هاكر والله وان، حتى من ألف غير دولار من هاكر كورس. وان. بالضبط. ليش يا عم؟ هو في حماس وسيلف ناس براندنج. بتتشجع. بالضبط. السوشيال براندنج يا عم، السوشيال براندنج نزل لي تيبس على هاي الثغرة. أنت حابب تسوي سوشيال براندنج، ليش تنشر يعني هو الأجانب. هم الأجانب أنا ما يعني ما أخالف معاهم. هم الأجانب $1000 ما عندهم ولا شيء. بس إحنا يعني $50 يعني تعتبر مبلغ ما أدري، مدير أو موظف أو مش شخص الدرجات دي يعني يعني، عنده بس رتبة. يعني المبالغ يعني اللي هي ال $500 والحاجات دي بالنسبة لهم ولا حاجة، بالنسبة لنا حاجة يعني. بالضبط. ما هو شوف، زي ما قلت لك الموضوع حق عند الأجانب. أنا ما أشوفه إنه يعني هم كبيئتهم هم عندهم عادي تمام. بس مم. إحنا تلاقي شخص زي ما قلت لك يعني بينشر أشياء. يس أي ريورد $1000، الثاني تلاقي $2000، الثالث تلاقي $5000. فالشخص يصير عنده زي ما قلت لك الميس كونسبت هذا، إنه المجال سهل وتقدر تطلع منه فلوس زي الرز. مم. بعدين يدخل يتعشم في المجال، وما ما يلاقي يلاقيش ولا حاجة. شيء، ويصير المجال بالنسبة له لا، هذا المجال كذب في كذب وكذا. بمناسبة بقى الفلوس والكلام عليها، من رأيك هل شايف ان الباج باونتي ممكن يكون مصدر دخل اساسي؟ مثلا حد عايز يتجوز يفتح بيت حاجة زي كده، ولا رأيك ايه في الموضوع ده؟ شوف، لو أنت شخص عندك المواصفات هذه، أنت مبروك عليك. لو أنت شخص بتحب وجع الرأس، لو أنت شخص بتحب وجع ألم الظهر، لو أنت شخص بتحب يعني نفسيتك دايما على الأرض، مبروك عليك صراحة. أنت تقدر تصير فول تايم. بس لو مم. بس مو عندك المواصفات هذه، بلاش بالله عليك مم. بلاش. لو انت شخص مش عايز تتبهدل ووجع الدماغ وبرن اوت وصداع وهجيب فلوس ولا لا وكل ده، المجال مش كويس. بلاش بلاش. شوف، يمكن تفتح بيه بيت. أقول لك كيف، يعني هذه بلان، يعني بلان لشخص يعني عاجبه المجال وحابب يعني يكون منه أسرة وكذا وكذا وكذا، فاهم؟ مم. إمتى يعني هو يكون عنده بزنس يضمن له إنه هو راح كل شهر راح عنده فلوس، فاهم؟ ده فمرتاح دخل البال. سلبي، حاجة بتجيب لي فلوس، يعني الفلوس اللي بتجيلك من الباك باونتي تشغلها في حاجة والفلوس تجيلك، يعني تجارة. أي بالضبط، مو لازم دخل سلبي. يعني مثلا شخص فاتح متجر، فاهم؟ امم. متجر يجيب له مثلا في الشهر ما ادري كم، يعني يغطي له احتياجه، فاهم؟ يغطي له احتياج الفاتورات ويغطي له احتياج الاكل، فاهم؟ اه. هو مرتاح على كذا، فاهم؟ بلان حلوة بالضبط. ومنطقية. منطقية. بس ويشتغل كباج هانتر بير تايم، يعني ما ادري انا 4 ساعات في اليوم، ما راح تاخذ من وقته كثير، فاهم؟ مم. فكذا يعني تقدر تقول يعني وتختلف يعني من دولة لدولة، فاهم؟ تقدر تقول هذا الشخص يقدر يشتغل يعني زي ما تقول فول تايم باك بونتي او مم. بير تايم باك بونتي. يعني يشتغل مثلا ما ادري كم ساعة باك بونتي، وهو ضامن انه في الشهر في فلوس، يعني لا محالة في فلوس، فاهم؟ هذا مم. راح يكون مرتاح البال. بس اه صح. ما ينفع لحاله، ما ينفع لحاله إلا لو أنت واثق من نفسك 100%، إلا لو أنت تنين مجنون. هذا يعني أنت يعني عن نفسك. مم. وفعلا برضه بتختلف من بلاد لبلاد. لو جيت مثلا نتكلم عن بلاد عملتها ضعيفة شوية، انت لو جالك $500 انت هتبقى عسل شوية، عسل قوي يعني، فاهم؟
بس لو بالضبط. انت مسافر او في بلد عملتها قويه، انت ال 500 دولار دول بالنسبه لك، لا انت تنزل تشتغل في ماكدونالدز ولا تنزل تشتغل في اي، لا ماكدونالدز مقاطعه طبعا، آه، تنزل تشتغل في اي حته يعني هتجيب اعلى منهم. فانت بالضبط. برضه تختلف حسب المكان. $500 يعني فطور وغدا وعشا بس. امم تمام. هنخش بقى في حته المحتوى شويه. ليه بدات قناه اليوتيوب والبودكاست وكده؟ هل بتحب صناعه المحتوى؟ عن نفسي، مو أحب صناعة المحتوى بشكل عام، بس يعني في أشخاص في المجال يعني ما شاء الله أثروا فيّا، يعني زي فارس وليد، أحمد القرماني، أي بالضبط، إبراهيم حجازي. في ناس أثرت فيّا يعني خلّتني أشوف إنك تنشر علم أمر يعني تجازى عليه هذا عند ربنا، وكمان في فايدة للناس. في يعني أثروا فيه من هذا الجانب، فاهم؟ مم. قُلت ليش لا يعني، يعني ليش لا ما أجرب؟ الحمد لله يعني كان في قبول من الناس، فاهم؟ وفي ناس جات عندي في البودكاست واستفدت منهم أنا أولًا، وناس استفادت. بس عن نفسي أنا مو من الناس اللي شغوفة بصناعة المحتوى. لو كنت شغوف، لو يعني راح تلاقي القناة حقي يعني مليانة فيديوهات. مم. جميل. ازاي انت شايف كتابة الرايت ابس وهل شايفها فعلا مفيدة، ولا في ناس بس بتحشي كلام على الفاضي؟ هو في وفي يعني في ناس بتحكي كلام على الفاضي، فأنا أصلا تحياتي لإخواتي الهنود. مو كلهم الهنود يعني معروفين إنهم ناس محترمة، ناس خاصة في الجانب هذا حق آم، التكنولوجي، فاهم؟ ناس قوية جدا وناس عندها اسم. بس في ناس يعني بتفيق كثير، فاهم؟ مم. وفي ناس يعني عن نفسي أنا كنت كتابة الرايت أب زي ما قلت، أول حاجة جانب إني أنشر العلم. ثاني جانب فادتني كثير كثير جدا، يعني كنت لما مثلا حابب أسوي ريسورس، يعني زي الشيك ليست اللي كنت بسويها، آه، كنت زي ما تقول برجع للنوتس اللي أنا كنت مسجلها قبل، مم. وبفتح الريت أبس وأقراها مجددا. كانت تعود علي بالفائدة، فاهم؟ اه فاهم. و- وحتى لما أصيغ ثغرة معينة بتجي في بالي أفكار، كان في ثغرة كنت أحاول إني أكتبها. أنا جالس أكتب وسبحان الله يعني جت في بالي مليون فكرة، ليش ما أجربها في البروجرام ده، ليش ما أجربها في البروجرام ده. مم. يعني كانت تعود علي بالفائدة. وناس يعني الحمد لله يعني في ناس استفادت من الرايت أبس، مو مني أنا شخصيا، بس على العموم يعني الناس استفاد من الرايت أبس، والرايت أبس شيء جميل. هل شاركت قبل كده في سي تي اف او بتحب تلعب سي تي افس؟ وهل شايفها مثلا مفيدة ولا لا؟ والله من حيث الإفادة، في يعني كاتيجوريز كبيرة تقول إنه السي تي إف مفيدة، وأنا أرجح هذا الموضوع مفيدة. بس لو أنت محدد هدف إنك تصير مثلا باج هانتر، لو تركز على شغل باج هانتر أحسن. تمام، مو يعني تقضيها سي تي إف وراح أصير تنين في الباج باونتي. تمام. مم. عن نفسي جربت سي تي اف، مو سي تي اف مثلا حق الماشينز اللي تلاقيها في هاك بوكس وكذا. جربت سي تي اف اللي تكون تحاكي سيناريوز حق اشخاص لقوا ثغرات مثلا في الباج باونتي، وراح سوى لاب بتحاكي نفس الثغرة، فاهم؟ اه فاهم. كنت ألعب بالكاتيجوري هذه، يعني الكاتيجوري هذه يعني كنت أركز عليها، وأحب إني أشوف هذا الشخص كيف لقى هذه الثغرة، كيف فكر وكذا. فكانت تفيدني صراحة. في منصة نهم سيك كان. نعم سك سي تي اف بتاعه ريل كده. جميل جميل جميل، في أشياء ريل. يعني الويب سوكت، يعني الفترة الأخيرة الويب سوكت ما فهمت وما استوعبت وما صرت أشتغل عليه، أو كنت أشتغل عليه قبل بس ما فهمته وما استوعبته إلا من السي تي اف حق نهم سيك اللي كان منزلها على السايت حقه. مم. كان جميل. مسوي لاب جميل وشغل بروفيشنال، يعني شغل محترف.
هل الذكاء الاصطناعي شايف ليه دور كبير في الباج باونتي؟ يعني هل حد يعرف سن دلوقتي هانت من غير ما يستعمل الذكاء الاصطناعي؟ لا صح زي ما قلت، يعني أغلب الباج هانترز الحين، يعني لو يعني تجبد منه حتى الاي اي، يعني راح يوقف، راح يسوي ستوب، مم. عشان بيفيدنا في شغلنا بطريقة جميلة جدا. يعني من حيث الأفكار، من حيث إنه يصحح لك الريبورت، يبعث لك، يعني بيعطيك أصلا زي ما قلت أنا في الثغرة اللي كنت أتكلم عليها، كان يعطيني احتمالات، يعني لدرجة إني وقفت معي. أعطيته الباج وشرحت له الموضوع من بدايته، هو صار يعطيني احتمالات، والاحتمالية حق الداتابيز هو أصلا اللي قال لي عليها، فاهم؟ اه. اي يفيدك في أي مجال، يعني أي مجال. لو توظف الاي اي راح تسبق كثير من الناس، يعني لو عرفت تمام. تستعمله صح راح يصير أداة يعني ما تقدر تستغنى عنها. جميل. طب هل بقى شايف اللي هو فعلا هياخد مكاننا وهيخلي الباج هانترز يقل وكل الكلام ده ولا لا؟ والله يمكن في 2070 2080 كده، مش بس للدرجه دي الحين لا. يعني. ماشي. آه، شوف، اللي يصير الموضوع يمكن في الاوتوميشن ايه، يمكن يصعب علينا الشغل ايه، عشان صار في سولوشن تصير مثلا في الشركات الكبيرة، يعني تلاقيه مثلا يعطي للاي اي الكود حق الداتابيز ويقول له يعني يسوي عليه سورس كود ريفيو، مم. فاهم؟ فيصعب عليك الموضوع. مثلا لو هو يعني اي اي يعني قوي، لو هو اي اي قوي يعني اكيد راح يقضي على اغلبية الثغرات الموجودة في الكود، فاهم؟ اه. وصار يعني صرنا نشوف زي اكسبو اللي موجود الحين، يعني في الاوتوميشن تنين مجنح. ف يعني الله المستعان بس. بس مش هياخد مكاننا، محدش يخاف يعني. بالضبط، ما هو لو كان الاي اي اخذ مكان، يمكن راح ياخذ، لو كان معني اي اي او الذكاء الاصطناعي او اي آلة مثلا، آه، يعني كانت ماخذة مكان النجار او الحداد، فاهم؟ مم. يعني الحداد الحين يعني يستعمل في ادوات يعني الكتريك، فاهم؟ بس اه. ما اخذت مكانه، هي سهلت عليه الشغل بس. فهو هذا الموضوع، يعني يمكن الاي اي زي ما قلت يصعب عليك الموضوع، مو لدرجة انه ياخذ منك الثغرات كده. هل شايف المجال لسه واعد أو للمبتدئين؟ اه للحين بس للي يشتغل ويسعى ويتوكل على ربنا بإذن الله، بإذن الله. وكان يعني سعي وصادق، ويعني نيته محتسبة لله، وإنه يحسن من حياته بإذن الله. المجال الحين موجود فيه يعني فلوس، للحين موجود فيه بروجرام جديدة جالسة تنزل. الحين يعني ما زالت الفرص في الاكسترنال، في غير الاكسترنال منصات، يعني كل فترة يعني نشوف منصة تتطور على الثانية. مم. الحمد لله يعني الحين يعني المبتدئين عندهم فرصة. لو رجع بيك الزمن هل هتختار نفس المجال؟ بالطبع، المجال هذا يعني الحمد لله يعني شقلب حياتي يعني شخصيا يعني. نصيحة حابب تقولها لأي حد داخل المجال النهاردة، وهو ده السؤال الأخير. والله نصيحتي إنك لو أنت شغوف بالمجال، وداخل مجال عن حب، دير بالك إنه الشغلة هذه يعني تطفى مع مرور الوقت. يعني يقصد إنه لو أنت مثلا شغوف بالمجال وتحب المجال، لو كرمك ربنا ويعني صارت يعني مردود مالي من هذا المجال، فخليك يعني حبك للمجال يطغى على حبك للفلوس، فاهم؟ مم. عشان هذا أثر إنك يعني أنت راح تستمر أو لا، أو أنت راح تصير في ليفل أقوى أو لا. عشان لما
تستاك في ليفل واحد، يعني تصير مثلا تطلع فلوس على ليفل واحد مثلا، تطلع مدري كم، من $1000، وأنت يعني عاجبك الحال كذا على $1000 أو $500 أو $100 أو $200. فأنت لو عاجبك الحال وطفت عندك هاي الشعلة، ما راح تقدم لليفل حق مثلا $10,000 و5000. يعني خلي الشعلة حق إنك تحب المجال وشغوف بالمجال وشغوف بالتعلم أقوى من شغفك بالفلوس والمردود المالي. راح تتطور بشكل رهيب جدا. جميل. والله كان بودكاست جميل يا مهدي، والحمد لله خلص بعد شهر 2 3 4، بعد 4 شهور تقريبا تحضير مش عارف ليه. الحمد والتأثير مني ومنك يعني، مش مني بس يعني عشان تبقى عارف. بالضبط، الحمد لله الحمد لله على كل حال. أنا كنت أتوقع البودكاست راح ينزل، راح نخلصه في 2030 2031، بس الحمد لله. الحمد لله. وبالمناسبة دي يعني يا شباب، مهدي طبعا هسيب كل الشانلز بتاعته وحاجته تحت اليوتيوب وهاكر وان، لينكد ان سري فمش هقوله مش هبعته اكيد. وهو عامل جروب برايفت، الدخول بسعر رمزي، تواصلوا مع تليجرام، اعلان اهو تمام. عشان تخش يعني جروب فيه نشر يعني الثغرات بيجيبها وكده. و- وبس، حابب تقول اي حاجة قبل ما نختم؟ آه الحمد لله على كل شيء. الحمد لله إنه جمعنا لهذا البودكاست، الحمد لله. وبإذن الله يعني نشوف يعني بروجكت ثاني نشتغل عليه وكذا، وإن شاء الله يعني يكون في فايدة للناس بس. ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، ومتنسوش تدعوا لنا في رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.